السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أهلا بيك يا بطل في الحصة اللي أنت مستنيها وكلكم مستنيينها، حصة مراجعة شهر فبراير ومراجعة شهر مارس. عارف ان الناس كتير منكم واقعة في المقرر دوت، وفي ناس يعتبر ما فتحتش المادة. طبعا انت يا ابني انت الله يكون في عونك والله. لو انت لسه فاتح المادة النهارده فيا سيدي انا مش بقول لك ان خلاص الدنيا ضاعت منك، لا احنا جايين النهارده برضه نساعدك ونلم لك الدنيا على قد ما نقدر، بس عايزين من حضرتك شويه مجهود معانا. خلاص، كوبايه قهوه او كوبايه شاي جنبيك، وبالله عليك قاعده ساعتين جد وكوبايه شاي زي ما بيقولوا. ماشي يا صديقي؟ طيب لو انت بقى طالب معانا على المنصه فاحنا الكلام ده كله شرحناه بالتفصيل التفصيل. خلاص، فاكيد منك اكيد مثلا ايه ناسي جزئيه مش فاهمها كويس، حاجه ده وارد، ده كله وارد. فاحنا جايين النهارده برضه ايه ناكد لك على المعلومه اللي احنا شرحناها بالتفصيل على المنصه. ماشي يا صديقي؟ فالفيديو ده موجه ليك كطالب منصه، وموجه ليك كطالب لسه عايز تراجع او لسه تفتح الماده النهارده. ماشي يا صديقي؟ طبعا قبل ما نبدا بقى ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، عشان دعمك ده هو اللي بيخلينا نستمر في تنزيل الفيديوهات. مش عايزين نطول عليك، يلا بينا نشوف اول حصه بتقول لنا ايه، او اول درس بيقول لنا ايه. صلي بينا على النبي، وحد الله، لا اله الا الله. اول درس عندنا في الفلسفه او المقرر اللي حضرتك هتمتحن عليه في المدرسه درسين فلسفه ودرسين منطق او 3 دروس منطق. اول درس في الفلسفه فلسفه البيئه والبيوتيكا، حلو دول درسين بيئه وبيوتيكا، دول اللي حضرتك هتمتحن عليهم في المدرسه في امتحان الشهر. طب والمنطق حضرتك هتمتحن على الاستقراء والاستنباط واوهام بيكون، وخطوات المنهج الاستقرائي التجريبي، لغات علماء المسلمين، والمقارنه بين الاستقراء التقليدي والمعاصر. فاحنا جايين النهارده نلم لك ده كله. بس صلي بينا على النبي وتعال نشوف اول درس في الفلسفه البيئيه او فلسفه البيئه بيتكلمنا عن ايه. جينا نسال يا جدعان يا بتوع فلسفه البيئه، انتوا ليه عملتوا فرع اسمه فلسفه البيئه؟ قال لي والله يا مستر في ناس ضرت لنا البيئه. ناس ايه ضرت لنا البيئه؟ عملت لنا مشكله في البيئه. طيب جينا سالناهم ليه المشاكل اللي في البيئه دي حصلت؟ قال لنا والله بسبب التقدم التكنولوجي اللي الانسان وصل له. قلت له يعني ايه التقدم التكنولوجي؟ مش فاهم منك اي حاجه. قال لي يا مستر دلوقتي الانسان عمل عربيه، جميل اختراع عظيم، ها بس العربيه دي وهي ماشيه بتطلع من ورا دخان، ما الدخان ده بيضر البيئه. قلت له يعني انت عملت فرع الفلسفه البيئيه اللي بيهتم بمشكلات البيئه اللي ناتجه عن تطور التكنولوجي اللي الانسان عمله؟ قال لي كبير. قال لي كبير، عملنا فرع فلسفه البيئه عشان نتكلم عن الاخطار اللي الانسان بيعملها بسبب التقدم التكنولوجي. قلت له حلو جميل جدا، يعني احنا كده اول درس فهمنا ان فلسفه البيئه هتكلمني عن مشكلات البيئه. حلو بس قبل ما نخش بقى عايز اقارن لك بين حاجتين مهمين جدا، الفلسفه النظريه والفلسفه التطبيقيه. الفلسفه النظريه والفلسفه التطبيقيه. قال لي النظريه والتطبيقيه دي يا كبير مش فاهم منك اي حاجه. فاكر الترم الاول؟ فاكر منهج الترم الاول ده كان اسمه منهج نظري او اسمها الفلسفه النظريه، الحاجات اللي موجوده في عقلي بس، مش بطبقها في الواقع. طب الفلسفه التطبيقيه بقى مش اسمها تطبيقيه يعني هطبقها في الواقع، صح؟ يا كبير هطبقها في الواقع واحل مشكلات المجتمع بتاعي واحل مشكلات الواقع. حلو جميل جدا، يعني الفلسفه النظريه في عقلي بس، الفلسفه التطبيقيه بطبقها في الواقع عشان احل مشكلات الواقع. بص كده، قال ان الفلسفه التطبيقيه ديت، نغير لك بس اللون. قال لي ان الفلسفه التطبيقيه اهي ده فرع جديد من الفلسفه، ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، ويهتم بالسلوك والفعل. اي سؤال هيكلمك عن حل المشكلات الواقع، او لسه قايل لك الفلسفه التطبيقيه بتحل مشكلات الواقع. جميل جدا. ايه تاني؟ اي سؤال يكلمك عن حل مشكلات الواقع في اي مجال بقى، في اي مجال، مش بيئه بس، مجال مثلا البيئه، طب، مهنه، سياسه، اقتصاد، اي مجال اسمه فلسفه تطبيقيه. خلاص، المشكلات الموجوده في كل المهن المختلفه زي مثلا الطب، زي مثلا المهنه، اي مهنه بقى. خلاص طيب، قال ان دي اخلاق عمليه. كلمه عمليه يعني انا لازم اطبق فعل معين، لازم مش هقعد افكر بس، لا لازم انزل اعمل عمل معين. خلاص، ودي عامه شامله مش خاصه في حاجه فرع معين، لا دي عامه شامله. عرفنا الفرق ما بين الفلسفه النظريه والتطبيقيه. الفلسفه النظريه عقلي بس، موجوده في عقلي بس. الفلسفه النظريه يقعد ركز معايا، ركز يعني جاي برضو ليله الامتحان وسرحان، يبدا ركز معايا. الفلسفه النظريه في عقلي بس، الفلسفه التطبيقيه بطبقها في الواقع. ليه؟ عشان احل مشكلات الواقع بتاعي. مشكلات الواقع بتاعي دي موجوده بالذات في تخصصات البيئه والطب والمهنه. انت كنت اولى ثانوي مقرر عليك بيئه وطب ومهنه. جميل. تعالى نخش بقى على اول مشكله ظهرت نتيجه التقدم التكنولوجي دوت. ايه هو مشكلات البيئه؟
سمينا عندنا كبتوع فلسفه سمينا فلسفه البيئه. بص يا كبير، هيكلمك عن ايه؟ اي سؤال يكلمك عن مشكلات البيئه او حل مشكلات البيئه او مقترحات لحمايه البيئه، اقامه التوازن بين مطالب الانسان والاستفاده من موارد البيئه. بص يا صديقي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الله لا اله الا الله. لما الانسان تطور في التكنولوجيا بتاعته، اتفقنا ان لما الانسان تطور في التكنولوجيا اللي حصل للبيئه اتضررت، صح؟ عملنا عربيه، العربيه دي طلعت دخان، الدخان ده عمل ايه؟ ضرر للبيئه. حلو حلو. الفلاسفه والعلماء يسكتوا؟ لا. الفلاسفه والعلماء يسكتوا؟ لا. احنا اكيد مش هنسكت كفلاسفه وعلماء على المهزله اللي الانسان بيعملها دي. الانسان بيدمر لنا البيئه. خد يا انسان تعالى، انت اللي انت عملته في البيئه ده. قال له ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. امال ايه الاضرار اللي احنا شايفينها دي؟ بص بقى، احنا كفلاسفه وعلماء هنقول لك 3 حاجات تمشي عليهم. ماشي يا انسان، يا انسان اللي بتضر البيئه، هنقول لك 3 حاجات تمشي عليهم عشان ما تضرناش البيئه. ايه هم؟ قال لك لازم تعمل توازن بين مطالب الانسان والاستفاده من موارد البيئه. يعني ايه اقامه التوازن دي؟ يعني مثلا على سبيل المثال، في دلوقتي مصنع محتاج شجر، حلو؟ مصنع شجر بيعمل اخشاب، فمحتاج شجر. ما هو هيعمل الخشب ده منين؟ من الشجر، صح؟ صح. راح على غابه، لقى الغابه دي فيها مثلا 20,000 شجره مثلا، وهو كمصنع محتاج 10,000 بس. هو كمصنع محتاج 10,000 بس. هل هياخد ال 10,000 ويسيب ال 10,000 التانيين مزروعين؟ الانسان ما بيعملش كده، الانسان بطبعه طماع، الانسان بطبعه طماع. راح بدل ما ياخد ال 10,000 خد ال 20,000 شجره بتوعه وبوظ البيئه، وخلاص كده اللي هيحصل احتباس حراري ويحصل حاجات كتيره جدا ويحصل اضرار للبيئه جدا. فالفلاسفه والعلماء قالوا يا جدعان لازم نعمل توازن بين مطالب الانسان الطماع دوت والاستفاده من موارد البيئه. يا باشا استفيد من موارد البيئه زي ما انت عايز، استفيد من موارد البيئه زي ما انت عايز، بس بالله عليك اعمل لي توازن، خد اللي انت عايزه بس. خلاص؟ طيب ايه رقم 2 اللي الفلاسفه والعلماء قالوا عليها؟ قالوا لا يا جدعان لازم نحترم حقوق الكائنات الحيه. ما الشجره اللي حضرتك هتقطعها دي ممكن يبقى اصلا فيها عصفور، صح؟ انت كده ما احترمتش الكائنات الاخرى. حضرتك انت خلاص، انت كده بالنسبه له انت بوظت له بيته. انت كانسان ينفع حد يجي يهد عليك بيتك؟ ما ترضاهاش. كذلك الحيوان، انت ممكن تقطع شجره وفيها اصلا عصفور عامل قش فوق، خلاص؟ فانت لازم تحترم الكائنات الحيه الاخرى. الثانيه او الاخيره، احترام حقوق الاجيال القادمه. يا باشا ما تدمرش البيئه عشان الاجيال اللي جايه لما تيجي تلاقي بيئه نظيفه. لما الانسان تتقدم في التكنولوجيا حصل اضرار لايه؟ للبيئه. الفلاسفه والعلماء يسكتوا؟ لا. قالوا يا جدعان لازم نعمل 3 حاجات هم: اقامه التوازن بين مطالب الانسان والاستفاده من موارد البيئه. خد اللي انت عايزه من البيئه بس ما تضرليش البيئه. حلو حلو. رقم 2، احترام حقوق الكائنات الحيه. احترم ان في كائنات عايشه معاك على الارض، انت مش عايش لوحدك. رقم 3، احترام حقوق الاجيال القادمه. احترم برضو ان في اجيال جايه بعدك. وفهمت منك يا كبير ليه الفلاسفه والعلماء حسوا ان احنا على ال3 حاجات دول بالذات عشان الانسان دمر البيئه. عمال تقول لي يا كبير بيئه 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 بيئه، وحاسك بتغلط فيا بصراحه. يعني انا حاسك بتغلط فيا. ما تقول لي تعريف البيئه، اقول لك تعريف البيئه من عين الاثنين. بص يا بيس، صلي بينا على النبي، واحد الله لا اله الا الله. نقول لهم يا جدعان عايزين نعرف ايه تعريف البيئه، معنى البيئه. قالوا والله بدل التعريف هنديك 2، بدل التعريف هنديك 2. احنا ناس كريمه شويه، خلاص؟ بدل التعريف هنديك 2. المعنى الاول اسمه معنى اصطلاحي، والمعنى الثاني اسمه معنى لغوي او لغوي. صلي بينا على النبي، واحد الله لا اله الا الله. ايه هو المعنى الاصطلاحي ده؟ المعنى الاصطلاحي ده قال لي هو كل ما يحيط بالانسان ويؤثر فيه ويتاثر بها. الحاجات اللي حواليك اللي انت بتاثر فيها وبتاثر فيك. انا دلوقتي لو جيت رنيت على الواد حماده اللي بياخد معانا على المنصه، ترين 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 ترين، يا حماده انت فين؟ انا في حته يا مستر فيها كده سياح وفيها اهرامات وفيها حاجات كتير جدا. لما هو قال لي انا في الاهرامات، انا اكتشفت ان كده، عرفت ان هو في انهي دوله؟ في مصر، صح؟ يبقى الحاجات اللي حواليك بتعرفني بيئتك، صح؟ يبقى هو كل ما يحيط بالانسان، المعنى الاصطلاحي كل ما يحيط بالانسان ويؤثر فيه ويتاثر بها. كلام 6 ابتدائي، تعريف البيئه في الدراسات. جميل جميل. اي سؤال يكلمك عن تاثير وتاثر او الظواهر والاشياء التي تؤثر في الانسان، تعريف سهل جدا وما فيهوش اي مشكله. كل ما يحب الانسان ويؤثر فيها ويتاثر بها. ما اتكلمنا يا كبير عن التعريف اللغوي. ايه التعريف اللغوي ده؟ اللي جاي من اللغه، اللي جاي من اللغه بتاعتي، خلاص؟ سمينا التعريف اللغوي ده اشتقاقي. خلي بالك عشان وضع الامتحان هيلعب بيك، انت عارف وضع الامتحان بيعشق اللعبه بالطالب.
وضع الامتحان بيحب يلعب بيك في اللجنه، فممكن يشيل لك كلمه لغوي من الاختيارات ويحط لك اشتقاقي، تعرف ان هو بيكلمك عن التعريف اللغوي. يشيل لك كلمه لغوي ويحط لك قاموسي، تعرف ان هو بيكلمك عن التعريف اللغوي برضه. يشيل لك كلمه لغوي ويحط لك المعجمي، كلمه معجمي يعني جاي من المعجم، يبقى بيكلمك عن اللغوي. او اللفظي، الثلاثه او الاربع كلمات دول بمعنى التعريف اللغوي. صليت بنا على النبي، وحدت الله، لا اله الا الله. تعال نعرف بقى التعريف اللغوي بتاع البيئه. بص يا باشا، جاي من كلمه باء وتبوأ ويبوء او بوأ. صلي بينا على النبي تاني، واحد الله. ايه يا مستر باء وتبوأ ويبوء دي او تبوأ؟ جينا نكشف عن المعجم، طبعا انت عارف الكشف في المعجم صح؟ جينا نكشف في المعجم عن كلمه بيئه، لقينا اصلها كلمه باء. طبعا كتاب المدرسه كاتب لك بقى بس، بقى بس، لا عايزك تعرف ان هي برضه معناها تبوأ وبوأ. خلاص؟ تبوأ وبوأ. يا مستر نعم، ايه بيئه وباء وتبوأ وبوأ دي؟ معناها ايه؟ معناها كلمه منزل او بيت او المكان او المسكن الذي يعيش فيه الانسان. صلي بينا على النبي تاني، واحد اللي ما تنساش بالصلاه على النبي يا ابني. صلي بينا على النبي. كلمه باء معناها بيت، كلمه باء معناها بيت. يبقى اجي اقول لك المعنى اللغوي للبيئه باء اللي كان معناها بيت. اجي اسالك سؤال اقول لك المكان الذي يسكن فيه الانسان، تشير العباره الى احد تعريفات الفلسفه، لغوي ولا اصطلاحي؟ واحد يقول لي لا يا كبير ده اللغوي. ليه؟ عشان حضرتك بتقول لي المكان الذي يسكن فيه الانسان، يسكن اللي هي المسكن. خلاص؟ طالما بيكلمك عن المسكن والبيت والمنزل يبقى ده تعريف لغوي. طيب البيت والمسكن والحاجات اللي كان بيتخذها الانسان مسكن ليه كان معناها ايه؟ كان معناها باء. جميل جميل. طب ايه بقى التعريف الاصطلاحي؟ هو المكان كل ما يحيط بالانسان يؤثر فيه ويتاثر بها. قلنا حاجه صعبه؟ ما قلناش حاجه صعبه. دي الفلسفه البيئه ظهرت بسبب التقدم التكنولوجي اللي الانسان عمله وضر بالبيئه. حلو؟ الفلاسفه حسونا عليه ثلاث حاجات: اقامه التوازن بين متطلباتي كانسان والاستفاده من موارد البيئه، واحترام حقوق الكائنات الاخرى، واحترام حقوق الاجيال القادمه. ظهر تعريفين للبيئه، لغوي واصطلاحي. لغوي باء يبوء تبوأ، وباء ويبوء وتبوأ كان معناها ايه؟ كان معناها بيت ومسكن او منزل اللي الانسان بيعيش فيه. المعنى الاصطلاحي كان معناه كل ما يحيط بالانسان ويؤثر فيه ويتاثر بها. قلنا حاجه صعبه؟ ما قلناش حاجه صعبه. تعال نخش على الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها كانت بتكلمني عن ايه؟ كانت بتكلمني بقى عن مراحل علاقه الانسان بالبيئه. هل يا ترى الانسان مر بمراحل في تعامله مع البيئه؟ اكيد مر بمراحل. ايه هي المراحل دي؟ عندي 5 مراحل. المرحله الاولى اسمها التقديس والتأليه. اسمها ايه؟ اسمها التقديس والتأليه. يا كبير نعم، يعني كلمه تأليه. كلمه تأليه ان هو يجعل الظاهره اله، ان هو يجعلها اله. طبعا الكلام ده مع ظهور الانسان لسه على الارض، فما كانش يعرف حاجه اسمها الهه او حاجات زي كده، او ما كانش في اديان لسه. خلاص؟ فالمرحله دي اسمها التقديس والتأليه. ليه ظهرت؟ عشان الانسان المصري القديم زي ما لسه قايل لك ان هو كان لسه موجود على وجه الارض، ما يعرفش حاجه. يجي مثلا حاصل رعد ما يعرفش ايه الرعد ده، يشوف نمر معدي قدامه ما يعرفش ايه النمر ده، ديناصور ما يعرفش ايه الديناصور ده، لسه جديد. خلاص؟ جديد نوفي زي ما بيقول. خلاص؟ طيب يبقى مرحله التقديس والتأليه دي هي سيطره الطبيعه وضعف الانسان، وظهرت مع الانسان البدائي. ظهرت مع الانسان البدائي، الانسان اللي لسه قايل لك ان هو لسه اول انسان على الارض. فالبيئه كانت موحشه وقاسيه. البيئه كانت ايه؟ موحشه وقاسيه. البيئه كانت يوم ما ظهرت ما كانتش بيئه لطيفه زي اللي احنا عايشين فيها دي، لا دي البيئه كانت موحشه وقاسيه، كانت قارصه. خلاص؟ كان الرعد مش زي الرعد اللي بنشوفه الايام دي، كان رعد. كان المطره مش زي المطره اللي بنشوفها الايام دي، كانت المطره ممكن توصل لمنسوب عالي جدا. خلاص؟ طيب يبقى هنا المرحله دي كانت البيئه قاسيه جدا، البيئه كانت قاسيه جدا. فبدأ الانسان مش عارف يسيطر على الطبيعه، البيئه اقوى منه وهو كانسان يعني غلبان مش فاهم اي حاجه. يعمل ايه بقى؟ يعبد ظواهر البيئه. استغفر الله العظيم. طبعا فانا بكلمك المنهج بيقول كده يا ابني، بس طبعا الكلام ده مش صح. نرجع تاني. هنا الانسان المصري القديم ما كانش عارف يسيطر على البيئه، عمل ايه؟ عبدها. يبقى اي سؤال هيكلمك عن الاله او العباده بيكلمك عن التقديس والتأليه. خلاص؟ طيب هتلاقيه بيكلمك عن الآلهة وعقائد أسطورية وخرافات وعبادة مظاهر الطبيعة زي الشمس والحيوانات ونهر النيل والتماسيح. أي حاجة يكلمك فيها أو يقول لك إن هي عبادة أو اتخاذ مظاهر البيئة آلهة يبقى بيكلمك عن التقديس والتأليه وخلصت. التقديس والتأليه. صعبة؟ سهلة.
ليه ظهرت المرحله دي؟ ان البيئه كانت قارصه جدا والانسان مش فاهم اي حاجه. البيئه كانت اقوى من الانسان، فالانسان عمل ايه؟ راح عبدها. تعال عند المرحله الثانيه، اسمها ايه؟ اسمها التفسير والتوظيف. المرحله دي ظهرت مع الحضاره اليونانيه. ظهرت مع ايه؟ الحضاره اليونانيه. عايزك تسمع كلمه حضاره يونانيه دي يجي في بالك على طول فلاسفه اليونان. فلاسفه اليونان اشهر 3 فلاسفه عندك الثلاثي المرح بتاعنا سقراط وافلاطون وارسطو. مين؟ سقراط وافلاطون وارسطو، وخد معاهم طاليس. خلاص؟ طيب يبقى مرحله التفسير والتوظيف دي اكتب جنبها او علم على كلمه الحضاره اليونانيه. ظهرت مع الحضاره اليونانيه. خلاص؟ طيب ليه بقى المرحله دي ظهرت؟ هنا كان الفلاسفه دول شايفين ان الارض مركز الكون. الارض، الكره الارضيه دي مركز الكون مش الشمس. قالوا لا يا جدعان، مش الشمس مركز الكون، مركز الكون هو الارض. هو ايه؟ الارض. وبما ان الارض مركز الكون وعايش عليها الانسان، يبقى الانسان ده هو اهم كائن على الارض. بص قالوا ايه؟ قالوا الفلسفه الطبيعيه اتكلموا عن اصل الكون واصل العالم واصل الطبيعه واصل الانسان واصل الاشياء. خلاص؟ طيب واتكلموا عن المركزيه البشريه. طالما قالوا ان الارض هي مركز الكون، يبقى اتكلموا عن المركزيه البشريه. قالوا الانسان هنا اهم واحد. خلاص؟ يبقى اي سؤال هيكلمك عن اصل الكون واصل الاشياء يبقى مرحله التفسير والتوظيف. اي سؤال هتسمع فيه الحضاره اليونانيه تفسير وتوظيف، وهكذا. اي سؤال تسمع فيه عباده تقديس وتأليه، جدع. اي سؤال تسمع فيه عباده تقديس وتأليه. اي سؤال تسمع فيه ان الطبيعه هي القويه والانسان هو الضعيف، تقديس وتأليه. اي سؤال تسمع فيه تفسير الكون وتفسير العالم وعايزين نعرف اصل الكون واصل العالم، تفسير وتوظيف. اي سؤال هيكلمك عن مركزيه الكون وان الانسان هو مركز الارض، تفسير وتوظيف. سهله؟ سهله جدا. تعال نخش على المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها اسمها ايه؟ اسمها الاستغلال والسيطره. صلي بينا على النبي. واحد الله، لا اله الا الله. اكتب جنبها هنا علم حديث. علم ايه؟ حديث هيؤدي الى منفعه للانسان. ايه كبير علم حديث هيؤدي الى منفعه ده؟ طبعا العلم الحديث هنا في المرحله دي الانسان استغله في ان هو ياخد منفعه. الانسان اكتب هنا برضو جنبها رفاهيه الانسان. الانسان هنا استغل العلم الحديث في تحقيق رفاهيته. مش فاهم يا مستر؟ مثلا استغلنا العلم الحديث مثلا في ان احنا نولد كهرباء من الشلالات. هل دي العلم الحديث ده ادى الى منفعه ولا ضرر؟ قال لا كبير. هنولد كهرباء من الشلالات، لا ده منفعه. طالما بيكلمنا عن علم حديث ادى لمنفعه يبقى استغلال وسيطره. وركز عشان ايه؟ في ناس كتير بتلخفن بين المرحلتين دول. انا جاي اديك الزتونه. علم حديث هيؤدي الى منفعه، استغلال وسيطره. علم حديث هيؤدي الى منفعه، استغلال وسيطره. هنولد كهرباء من الهواء عن طريق المراوح. طيب علم حديث ادى الى منفعه لتحقيق رفاهيه الانسان، يبقى استغلال وسيطره. بص السؤال بيقول لك ايه؟ هنا طبعا الهيمنه والسيطره، هنا الانسان هو اللي كان مسيطر على البيئه. خلاص؟ الاستغلاليه او الاستقلاليه او الاستغلاليه التحكيميه، هنا الانسان هو اللي كان مسيطر على البيئه. اي سؤال هيكلمك عن العصر الحديث، العلم الحديث، منهج علمي، منهج تجريبي، تجارب، الاكتشافات، الاختراعات، هيمنه الانسان. يعني ايه يا مستر كلمه هيمنه؟ يعني سيطره. هيمنه الانسان يعني سيطره الانسان. الانسان حقق الرفاهيه وتقدمه واهدافه. هنا الانسان حقق رفاهيته. هنا الانسان بدا يعمل اختراعات مفيده لنفسه. جميل، جميل جدا. يبقى العلم الحديث هيؤدي الى منفعه، استغلال وسيطره. تعال نخش على المرحله اللي بعدها كده وعايزك تركز معايا. القهر والاستبداد. القهر والايه؟ والاستبداد. اسمها المرحله التدميريه التخريبيه. المرحله التدميريه التخريبيه. ايه يا مستر ده؟ الكلام الشديد ده، التدمير وتخريب والعبط ده. بص يا باشا، اكتب هنا بقى علم حديث. علم حديث. طبعا انا ما اعرفش اللون باين ولا لا، بس انا بقول لك اهو. علم حديث هيؤدي الى خراب. علم حديث هيؤدي الى خراب او دمار. علم حديث هيؤدي الى خراب او دمار. يا مستر يعني علم حديث هيؤدي الى خراب؟ ده علم حديث، ده المفروض حاجه حلوه. لا يا باشا، ممكن اجي اقول لك مثلا العلم الحديث دوت ادى الى تدهور التربه. ايه ده؟ علم حديث ادى الى تدهور التربه؟ يعني يا مستر علم حديث ادى الى حاجه ضاره؟ يبقى قهر واستبداد. طب لو علم حديث ادى الى حاجه مفيده، استغلال وسيطره. علم حديث هيؤدي الى حاجه ضاره، قهر واستبداد. سهله؟ سهله. اي سؤال هيكلمك عن السلبيات.
اي سؤال هيكلمك عن الاضرار، الكوارث، المشكلات، الدمار والخراب ومشكلات البيئه زي الاحتباس الحراري وثقب الاوزون واختلاف التوازن البيئي واستنزاف موارد البيئه والعبث بمقدرات الطبيعه ومشكلات الطب. اي حاجه يكلمك عن سلبيات وخراب، سلبيات يبقى قهر والاستبداد. خلاص؟ طيب اي حاجه الانسان فيها دمر البيئه قهر واستبداد، اي حاجه فيها الانسان استفاد من البيئه وحقق رفاهيته استغلال وسيطره، اي حاجه فيها الانسان عبد ظواهر البيئه تقديس وتهليه، اي حاجه الانسان كان عايز يعرف اصل الكون وظهرت مع الحضاره اليونانيه تفسير وتوظيف. ده بالنسبه لاول 4 مراحل. ما اتكلمنا كبير عن المرحله الاخيره، اتكلمنا عن المرحله الخامسه اللي هي اسمها الاحترام والصون، اتكلمنا كبير عن الاحترام والصون، دي بقى مرحله الوعي. خلاص؟ بنسميها المرحله المعياريه، كلمه معياريه يعني اخلاقيه. خلاص؟ طيب ممكن يشيل لك من الاختيارات كلمه الاحترام والصون ويحط لك كلمه المرحله المعياريه، تعرف ان هو بيكلمك عن الاحترام والصون. جميل جميل. طيب الاحترام والصون دي بقى ظهرت لما حطينا قوانين ان اي حد هيخالف او هيضر بالبيئه هيتعاقب. خلاص؟ زهقنا بقى من الانسان، زهقنا من الانسان عمال يعمله في البيئه، هنحط قوانين وتشريعات وهنسن قوانين، اي حد هيخالف او هيضر البيئه هيتعاقب. بص كده، اي سؤال يكلمك عن المرحله التي نحياها الان. طبعا الاحترام والصون دي مرحله النهارده، المرحله اللي احنا عايشين فيها النهارده. خلاص؟ دي المرحله التي نحياها الان، والحفاظ على البيئه وقوانين وتشريعات وندوات ومؤتمرات لحمايه البيئه. قوانين وتشريعات اهي، خط تحت كلمه قوانين وتشريعات، قوانين وتشريعات لحمايه البيئه، قوانين وتشريعات ومؤتمرات لحمايه البيئه، والمنظمات البيئيه لحمايه البيئه. خلاص؟ طيب وتحذيرات من العبث من مقدرات الطبيعه، تحذيرات من العبث بمقدرات الطبيعه دي يعني هنحذر الناس اوعوا تدمروا البيئه. خلاص؟ ليه؟ عشان اللي هيدمر البيئه في قوانين محطوطه هيتعاقب. جميل جميل. واحترام حقوق الاجيال القادمه وإقامة التوازن واحترام حقوق الكائنات الحيه. يبقى يا باشا المرحله بتاع النهارده احترام وصول، حطينا قوانين بتجزم ان اي حد هيضر البيئه هيتعاقب. مرحله التقديس والتأليه ظهرت ليه؟ الانسان هنا كان خايف من الطبيعه بدأ يعبدها. تفسير وتوظيف، عايزين نعرف اصل الكون والمركزيه البشريه. طيب القهر والاستبداد ظهرت، ده علم حديث ادى الى ضرر، علم حديث ادى الى ضرر. استغلال وسيطره، علم حديث ادى الى منفعه. جميل جميل جدا يا كبير، وفهمت منك ال5 مراحل. جميل جدا يا كبير، وفهمت منك ال5 مراحل دول 10، فهمت منك ال5 مراحل. جميل جدا جميل جدا جدا جدا. تعال نخش على المرحله اللي بعدها او الجزئيه اللي بعدها. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الله، لا اله الا الله. الفكر البيئي في العصور المختلفه. طبعا مفيش عصر واحد، في عصور كتير. طيب في العصور الكتير دي بقى الفكر البيئي كان واحد ولا مختلف؟ اكيد مختلف، اكيد 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 مختلف. صح؟ صح. طيب اول عصر اسمه عصر الفكر البيئي في مصر القديمه. فين؟ في مصر القديمه. طبعا الانسان المصري القديم كان متطور، صح؟ كان متطور في البناء بدليل الاهرامات، كان متطور في علم الفلك بدليل مثلا الملك رمسيس باين في عيد ميلاده الشمس بتيجي على وشه. تخيل انا قاعد كده، انا اتخيل انت كده واحد فاضي ومتطور في علم الفلك، هتعمل ايه؟ لا انا هخلي الشمس تيجي على وشي في عيد ميلادي. تخيل انت من كتر الفضاء والتطور اللي انت فيه. بص يا سيدي، يبقى هنا مصر القديمه او المصري القديم كان متطور جدا، صح؟ صح. طيب هل برغم تطوره ده كان بيضر البيئه؟ لا، ده كان بيحترم البيئه. طب يا مستر انا مش مصدقك بصراحه ان الانسان المصري القديم كان بيحترم البيئه. مش مصدقك يا مستر ان هو كان بيحترم البيئه. ايه الدليل ان هو كان بيحترم البيئه؟ بدل الدليل خد 4، بدل الدليل هديك 4. اول دليل اسمه كتاب الموتى. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ركز معايا بقى، اصحى. اسمه ايه؟ كتاب الموتى. كتاب الموتى ده كتاب عمله المصريين القدماء. عملوا مين؟ المصريين القدماء. جينا فتحنا الكتاب ده الجميل ده، فصل البيئه، قعدنا كده نقلب الصفح، جينا عند فصل البيئه، لقينا ان الانسان المصري القديم بيقول اللي بيحافظ على البيئه بيتقرب للاله. اللي بيحافظ على البيئه بيتقرب للاله. طب بص كده، وفي نجد ان المصريين القدماء يركزون ان الحفاظ على البيئه احد وسائل التقرب الى الاله. يعني اللي هيحافظ على البيئه هيتقرب للاله، اللي هيحافظ على البيئه ماله؟ هيتقرب للاله. اكنه مثلا ايه، زي عندنا احنا كمسلمين مثلا، عايز تقرب لربنا بتعمل ايه؟ بتصلي، بتصوم، وهكذا. طبعا المصري القديم قال لك ايه يا جدعان؟ اللي بيحافظ على البيئه بيقرب للاله. حلو حلو، ده اول دليل. الدليل الثاني حاجه اسمها تعويذه اعلان البراءه امام الاله العظيم. الكلام ده يا مصر، ايه تعويذه اعلان البراءه دي؟ ايه براءه دي؟ هو كان متهم في حاجه؟ لا. بس انا عايز اقول لك ان المصري القديم كان فاكر ان هو لما يموت هيبعث، صح؟
طيب هيقف قدام مين بقى بعد ما يبعث؟ هيقف قدام الاله. حلو حلو. فهو هيقول للاله ان هو ما دمرش البيئه. ما دمرش ايه؟ البيئه. تعوذة اعلان البراءه دي بيؤكد فيها المتوفي ان هو كان بيحترم البيئه وكان بيحترم الكائنات الحيه الاخرى، لكنه بيقول للاله انا بريء من تدمير البيئه، انا ما عملتش اي حاجه. خلاص؟ طيب يبقى هنا تعوذة اعلان البراءه يؤكد فيها المتوفي، طبعا دي بعد ما بيتوفى، لازم يكون بعد ما بيتوفى، يؤكد فيها المتوفي على احترامه للكائنات الاخرى ولحقوقها، ويرى نفسه انه لم يخرب البيئه. من الاخر المصري القديم بيبرأ نفسه قدام الاله من تدمير البيئه. جميل جميل. الدليل رقم 3 احترام الفكر المصري القديم للبيئه. يعني الكلام ده صلي بينا على النبي، واحد الله لا اله الا الله. انا دلوقتي مش لسه قايل لك ان الانسان المصري القديم كان بيعبد مظاهر البيئه؟ مظاهر البيئه زي الشمس، القمر، مثلا الحيوانات، نهر النيل، بيعبد الحاجات دي كلها، صح؟ صح. طب ازاي بيعبد حاجه من الطبيعه مش هيحافظ على الطبيعه؟ ازاي؟ اكيد طالما بيعبد حاجه من الطبيعه هيحافظ على الطبيعه، صح؟ ما هي دي مصدر الديانه بتاعته، مصدر الديانه بتاعته، فلازم يحافظ عليها. فده دليل كمان ان الانسان المصري القديم كان بيحافظ على البيئه. بص كان بيقول ايه؟ كانت مظاهر الطبيعه زي السماء والحيوانات هي منهل الديانات. كلمه منهل يعني مصدر، كلمه منهل يعني مصدر. خلاص؟ بما ان الطبيعه كانت مصدر للديانات، فاكيد الانسان المصري القديم هيحافظ عليها. اي سؤال يكلمك عن مكونات ومظاهر الطبيعه وعناصر البيئه زي السماء والشمس والحيوانات والتماسيح، خلاص؟ يبقى اكتب جنبها هنا عباده مظاهر الطبيعه، اكتب جنبها هنا عباده مظاهر الطبيعه. جميل جميل. الدليل رقم 4 تقديس المصري القديم لنهر النيل لدرجه العباده. المصري القديم كان بيقدس نهر النيل لدرجه ان هو كان بيعبده، لدرجه ان هو كان ايه؟ كان بيعبده. يجي مثلا ايه؟ يقعدوا كده يصلوا له ويقولوا له التراتيل والاناشيد والحاجات دي كلها. ليه؟ لان هو بيعبد نهر النيل. طب نهر النيل ده مش موجود في الطبيعه؟ موجود في الطبيعه، يبقى الانسان المصري القديم كان بيعبده. اي سؤال يكلمك عن ان نهر النيل يفيض، الفيضان بتاع نهر النيل، خلاص؟ فيضان او غذاء مصر، طبعا نهر النيل ده كان هو اللي بيغذي مصر. جميل جميل. يبقى السؤال اللي هيكلمك عن عباده نهر النيل يبقى المرحله او الدليل رقم 4 اللي هو تقديس المصري القديم لنهر النيل. اي سؤال هيكلمك عن عباده مظاهر الطبيعه يبقى الدليل رقم 3 اللي هو احترام الفكر المصري القديم للبيئه. اي سؤال يكلمك عن التقارب للاله كتاب الموتى. اي سؤال يكلمك عن ان المتوفي بيعلن براءته يبقى تعويذه اعلان البراءه، وخلص الفكر البيئي في مصر القديمه. طب يا كبير، دولتنا العربيه وحضارتنا العربيه والاسلاميه كان فيها برضه احترام للبيئه؟ كان فيها احترام للبيئه. ما تيجي نشوف الحضاره العربيه والاسلاميه. بص يا سيدي اهي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندي اشهر 2 في الحضاره العربيه والاسلاميه فيلسوفين، اسمهم ايه؟ علي بن رضوان وعبد الرحمن بن خلدون. علي بن رضوان وعبد الرحمن بن خلدون. الواد علي والواد عبده، الواد علي والواد عبده قالوا ايه؟ طبعا علي بن رضوان ده كان طبيب. كان ايه؟ كان طبيب، كان دكتور. حلو حلو. طيب يا مستر، ايه علاقه الطب بالبيئه؟ هو مش هو دكتور؟ ايه اللي دخله في البيئه بقى دلوقتي طالما هو دكتور؟ لا، ما هو ربط الامراض اللي هتجيلك من البيئه، خلاص؟ ربط الامراض اللي هتجيلك بالبيئه. جميل جميل. يعني مثلا انت قاعد في بيئه مثلا ضاره فهيجيلك امراض كتير، صح؟ صح. هو علي بن رضوان بقى اتكلم في ده. اي سؤال يكلمك عن الطب وصحه الانسان والامراض والاوبئه والفيروسات والجراثيم او اي مرض، خلاص؟ ليه؟ لان هو اصلا كان دكتور. علي بن رضوان ده كان دكتور، فاي سؤال هيكلمك عن الطب والامراض والاوبئه علي بن رضوان. خلص علي بن رضوان؟ خلص. طب عبد الرحمن بن خلدون ده كان بيكلمنا عن ايه؟ اكتب جنبيه ان هو اصلا مؤسس علم الاجتماع او مؤسس علم العمران. طبعا علم الاجتماع ده لو انت داخل ادبي او داخل مسار الاداب والفنون واخترت ماده علم النفس هتدرس علم الاجتماع بالتفصيل، خلاص؟ طيب يا مستر، عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع. يعني ايه علم الاجتماع يا مستر؟ ما هو علم المجتمع، المجتمع اللي انت عايش فيه، خلاص؟ طيب قال لك بقى يا جدعان، المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده في اماكن ينفع نعيش فيها واماكن ما ينفعش نعيش فيها، في اماكن صالحه للعيش واماكن غير صالحه للعيش، اماكن ينفع الانسان يعيش فيها واماكن ما ينفعش يعيش فيها. بص اي سؤال هيكلمك عن ايه؟ اي سؤال يكلمك عن التمييز والتفريق بين انواع البيئات، خلاص؟ او انواع البيئات، البيئات اللي ينفع يعيش فيها الانسان او لا. ميز بين اهل البدو والقبائل في الريف والصعيد والمدينه. قال لك يا جدعان،
اهل الصعيد غير اهل البدو غير اهل الحضر، كل واحد فيهم وليه شخصيه، كل واحد وليه شخصيه. ليه؟ مجتمعه بيأثر في شخصيته. هل انا كان مثلا من محافظه الجيزه، لو انت بتسمعني من اسوان، هل احنا الاثنين حتى لهجتنا زي بعض؟ لا، احنا الاثنين بنتكلم عربي بس اللهجه مختلفه. ليه؟ بيئتك اثرت عليك، صح؟ صح. طيب هنا اي سؤال يكلمك عن البيئه او مظاهر البيئه او التمييز بين البيئات او تاثير الاقاليم الجغرافيه على الصنائع. ما هو انت على حسب مكانك، يعني اتولدت فين هتشتغل ايه. بمعنى مثلا في الصعيد او في الارياف بيشتغلوا في ايه؟ في الزراعه. طب في الحضر بيشتغلوا في المصانع، صح؟ يبقى هنا المكان اثر على الصنائع او الشغل. والطبائع، طبعك انت كانسان طبعا بيئتك بتاثر فيك، والعادات والتقاليد وطريقه التفكير والمباني والاقوات، واثر الهواء في اخلاق البشر. بالله عليك قطعت الجمله دي، اثر الهواء في اخلاق البشر. الهواء اللي انت بتتنفسه دوت بيأثر في اخلاقك. ازاي يا مستر؟ ازاي الهواء اللي انا بتنفسه بيأثر في اخلاقي؟ ازاي؟ انت لو عايش في بيئه مثلا كلها حر هتحس ان انت شخصيتك قاسيه. لو انت بيئتك كلها حر وسخونيه كده والهواء سخن هتحس ان انت شخصيتك قاسيه. طب لو انت عايش بقى في هواء لطيف وعايش في التكييف وحاجات جميله هتبقى شخصيتك عاديه. جميل. يبقى علي بن رضوان ده كان دكتور. طبعا الحضاره العربيه والاسلاميه، ركز، كان دكتور وربط الامراض اللي بتجيلي من البيئه. طبعا عبد الرحمن بن خلدون كان مؤسس علم الاجتماع او علم العمران، وقال لك الاماكن اللي ينفع نعيش فيها وما ينفعش نعيش فيها، واثر الهواء في اخلاق البشر عاداتنا وتقاليدنا والحاجات اللي احنا بنشتغلها وكل الحاجات الجميله دي. يا مستر فهمت منك الحضاره العربيه والاسلاميه وفهمت منك حضاره مصر القديمه. ما اتكلمنا عن بقى مفكرين الغرب. مفكرين الغرب اللي هم في الحضاره الغربيه. حلو. كان عندي مين؟ اتنين. ألد ليوبولد اسمه ايه؟ ألد ليوبولد، او ممكن يقول لك ليوبولد على طول. حلو. ألد ليوبولد. طيب كلمنا عن ايه يا مستر؟ كلمنا عن اخلاق الارض. كلمنا عن ايه؟ اخلاق الارض. يبقى ألد اللي كلمنا عن الارض. حلو. ألد اللي كلمنا عن الارض. ألد ليوبولد اللي كلمنا عن اخلاق الارض. ايه يا مستر اخلاق الارض دي؟ انا حاسس ان الكلام كبير. ايه اخلاق الارض دي يا باشا؟ اي سؤال يكلمك عن المساواه بين الانسان وباقي الكائنات الاخرى. اللي هو الألد ليوبولد ده قال لك يا انسان اللي عايش في البيئه وشايف نفسك انت سيد البيئه، تعالى انت زيك زي اي كائن على وجه الارض. مش انت الملك، مش انت الاسطوره، مش انت اللي بتطير في الجو، لا انت زيك زي كل الكائنات. زي ما انت ليك حقوق في البيئه، الكائنات دي برضو ليها حقوق. زي ما انت ليك حقوق في البيئه الكائنات دي ليها حقوق. يبقى هنا ألد ليوبولد كلمك عن المساواه بين الانسان وباقي الكائنات الاخرى. الانسان ليس سيد الارض. بص كده، خط تحت الجمله دي. الانسان ليس سيد الارض وليس صاحب الارض ولا المتحكم فيها. الانسان عضو في البيئه. ده انت هنا عضو، انت مجرد عضو في البيئه. انت ولا سيد الارض ولا حاجه، انت ما عندكش اقسام ولا اي حاجه، انت هنا مجرد عضو في البيئه زيك زي كل حاجه. خلاص؟ طيب يا مستر، نعم، هانز يوناس بقى كلمني عن ايه؟ هانز يوناس اسمه ايه؟ هانز يوناس كلمني عن ايه؟ كلمني عن اخلاق المسؤوليه. يوناس فيها سين، مسؤوليه فيها سين، احفظها كده. اي حد يكلمنا عن المسؤوليه هانز يوناس. طيب ألد بتاع الارض، ألد بتاع اخلاق الارض، لما قال لك مفيش الانسان مش سيد الارض، ده مجرد عضو فيها. طب هانز يوناس كلمنا عن اخلاق المسؤوليه. يا مستر نعم، مسؤوليه بتاعت هانز يوناس. مسؤوليه ايه؟ يا ترى مسؤوليه ايه؟ هيبقى مسؤول عليه الانسان؟ لا، ما انت هنا ربنا ميزك بالعقل، صح؟ انت دي انسان، نعم. ايه اللي بيميزك عن كل الكائنات الاخرى؟ العقل، صح. طب بما انك ربنا ميزك بالعقل فانت المسؤول ان انت تحافظ على البيئه. خلاص؟ مش هنجيب حيوانات نقول لها انتوا المسؤولين يا حيوانات تحافظوا على البيئه، لا. الحيوانات ما عندهمش عقل، انت الوحيد اللي عندك عقل، فلازم تحافظ لي على البيئه بما انك انسان عاقل. اي سؤال يكلمك عن الانسان يتحمل المسؤوليه، لان الانسان هو الاكثر وعيا. ما هو الاكثر وعيا، هو اللي عنده عقل. اي حد او اي سؤال يكلمك عن المستقبل وحقوق الاجيال القادمه. خلي بالك ان هانز يوناس هنا كلمنا عن المسؤوليه. اهم جملتين مسؤوليه وحقوق الاجيال القادمه.
خلي بالك هانز يوناس كلمنا عن المسؤوليه، يا انسان اللي عندك عقل، بما ان عندك عقل فانت المسؤول تحافظ لي على البيئه، وبما انك هتحافظ على البيئه فانت كده هتراعي حقوق الاجيال القادمه، الاجيال اللي جايه لما تيجي هتلاقي بيئه نظيفه وهتشكر الاجيال اللي كانت قبلها. جميل جميل. اي حاجه يكلمك عن حقوق الاجيال القادمه او حقوق الاجيال المستقبليه والافراد القادمين واولادنا واحفادنا والاطفال، مستقبل الموارد الطبيعيه والتنميه المستدامه. يبقى من الاخر مفكرين الغرب كان عندي اثنين، الد ليوبولد وهانز يوناس. الد بتاع الارض لما قال لك الانسان مش سيد الارض ده عضو فيها، هانز يوناس بتاع المسؤوليه وحقوق الاجيال القادمه ولازم نحافظ على البيئه. بص يا باشا، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اخر جزئيه يبقى نقفل صفحه فلسفه البيئه خالص ونخش على البيوتيكا. عندي 3 توجيهات للبيئه. كم توجيه؟ 3. التوجيه الاول والتوجيه الثاني والتوجيه الثالث. التوجيه الاول كان اسمه نفعي واقعي عملي. نفعي واقعي عملي، او ممكن نقول عليه برجماتي. كلمه برجماتي بمعنى نفعي. طيب هنا بقى التوجيه ده بيدافع عن البيئه كوسيله مفيده للبشر، يدافع عن بقاء الانواع بسبب منافعها لنا. هنا الانسان اناني شويه، الانانيه. الانسان بيحافظ على البيئه عشان مصلحته. انا بحافظ على البيئه ليه؟ عشان مصلحتي، مش عايز حاجه من البيئه، انا عايز مصلحتي بس. ده كان فاني توجيه. التوجيه الاول اللي كان اسمه نفعي واقعي عملي، او قلنا اسمه تاني برجماتي. كلمه برجماتي معناها نفعي. التوجيه الثاني كان بيكلمنا عن ايه؟ كان اسمه توجيه بيئوي خضري مثالي. التوجيه الاول ده كان الانسان بيحافظ على البيئه عشان مصلحته. طب التوجيه الثاني يدافع عن النظام البيئي كقيمه جوهريه وغايه في حد ذاتها. لا، انا بحافظ على البيئه، بحافظ على البيئه لذاتها. البيئه بالنسبه لي حاجه مهمه، انا مش عايز مصلحتي، انا بحافظ على البيئه عشان البيئه بالنسبه لي حاجه مهمه، انا بحافظ على البيئه عشان انا بحب البيئه نفسها. خلاص؟ طيب وغايه في ذاتها، هنا اللي بحافظ على البيئه لذاتها. اي سؤال يكلمك عن ضروره الحفاظ على البيئه وحمايه الكائنات كقيمه في حد ذاتها بغض النظر عن منافعها للانسان. لا، انا هنا مش عايز منفعه، انا بحافظ على البيئه عشان قيمتها. يبقى اي سؤال يكلمك عن الحفاظ على البيئه عشان قيمتها، توجيه تاني اللي اسمه بيئوي خضري مثالي. اي سؤال يكلمك عن الحفاظ على البيئه عشان اخد منفعه منها، يبقى التوجيه الاول اللي اسمه نفعي واقعي عملي برجماتي. التوجيه الاخير يا كبير كان اسمه ايه؟ كان اسمه توجيه وسطي. اسمه ايه؟ توجيه وسطي. بما انه اسمه وسطي تحس ان هو هيجمع بين الحاجتين، صح؟ حاجه كده في النص. يعني انا وسطي، انا بحب الاثنين، بحب التوجيه الاول وبحب التوجيه الثاني، فانا مش هميل لده ولا هميل لده، انا بحب التوجيهين. حاول التقريب بين التوجيهين السابقين موازنا بين المنافع واحترام البيئه. انا هحافظ على البيئه عشان انا بحب البيئه وفي نفس الوقت اخد منفعه منها. خلاص؟ يعني مثلا في تعبان، في تعبان تقتله وتنفع نفسك ولا تسيبه عشان هياكل لك الفار؟ تختار ايه؟ لا يا مستر انا هسيبه. ليه؟ هسيبه اولا كاحترام للبيئه. ليه؟ ما انت احترمت البيئه، ما زادش الكائنات الاخرى، هسيبه. وفي نفس الوقت هسيبه عشان ينفعني ان هو ياكل لي الفار. ياكل لي الفار. يبقى انا هنا سبته احتراما للبيئه وسبته عشان ينفعني، ده كان انهي توجيه؟ التوجيه الوسطي، بيجمع بين التوجيهين. اي سؤال يكلمك عن الاستفاده والاخذ من الطبيعه والحفاظ عليها، انا هاخد من الطبيعه واحافظ عليها، هستفيد وافيد. طالما هستفيد وافيد توجيه وسطي. هستفيد بس توجيه الاول اللي هو نفعي واقعي عملي برجماتي. طيب هسيب الطبيعه عشان انا بحب الطبيعه ومش عايز اذيها، يبقى التوجيه الثاني اللي كان اسمه بيئوي خضري مثالي. خلص درس فلسفه البيئه، يلا بينا نخش على البيوتيكا. يلا بينا يا صديقي نخش على البيوتيكا. بص يا صديقي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يا مستر كلمه بيوتيكا؟ كلمه بيوتيكا تحس ان هي شبه كلمه بيولوجي، صح؟ لعلم الاحياء اللي هو علم الطب، صح. يبقى هنا البيوتيكا ده فلسفه الطب او المشكلات اللي موجوده في الطب، صح. يبقى تاني اي حاجه يكلمك عن او الاخلاق البيولوجيه اللي هي البيوتيكا، او الاخلاق البيوطبيه اللي الثلاثه بنفس المعنى. خلاص؟ بيولوجيه، اخلاق بيولوجيه هي الاخلاق البيوطبيه هي البيوتيكا. اي سؤال يكلمك عن المشكلات الاخلاقيه في الطب في مجال الطب بس، خلاص، في مجال الطب بس، اي حاجه في مشكلات في مجال الطب بس، يبقى دي البيوتيكا. طيب فان بوتر اول ما نستخدم مصطلح البيوتيكا، في واحد جميل اسمه فان بوتر.
اسمه ايه؟ فان بوتر. قال لك يا جدعان احنا هنستخدم مصطلح البيوتيكا. يا ده فان بوتر، نعم. يعني ايه بيوتيكا؟ كلمه بيوتيكا معناها علم البقاء. علم ايه؟ البقاء. ما انا عايز افضل عايش، طالما عايز افضل عايش يبقى لازم صحتي تكون حلوه، يبقى لازم اهتم بمجال الطب. طيب سمينا المجال بتاع الطب او الاخلاق البيوطبيه ايه؟ البيوتيكا. مين اللي قال بيوتيكا؟ فان بوتر. فان بوتر قال البيوتيكا معناها ايه؟ معناها علم البقاء. طيب كلمنا يا مستر عن مجالات الاخلاق البيوطبيه. عندي كم مجال؟ عندي 3. كم مجال 3. اخلاقيات العياده، واخلاقيات البحث العلمي، واخلاقيات السياسه الصحيه. ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اخلاقيات العياده دي بتكلمنا عن ايه؟ مش اسمها عياده؟ مين اللي بيخش العياده؟ الدكتور. ومين بقى اللي بيخش يكشف عن الدكتور؟ المريض. يبقى دي علاقه بين مين ومين بقى؟ بين الطبيب والمريض. ما هو مين اللي هيخش العياده غير دول؟ مين اللي هيخش العياده غير دول؟ يبقى دي علاقه بين الطبيب والمريض. طيب يا مستر هل الدكتور ده هيواجه مشاكل؟ اكيد هيواجه مشاكل. طالما واجه مشاكل ما كناش حطيناها هنا يا ابني، ما كناش خدناها طالما مش هيواجه مشاكل بقى. بس هو للاسف هيواجه مشاكل، هيواجه مشاكل في العياده. طيب هيواجه مشاكل في العياده نحلها ازاي؟ ان هو مثلا يحفظ اسرار المرضى. يا دكتور احفظ اسرار المرضى. اوعى المريض يقول لك سر وتروح تفشيه. اوعى المريض يقول لك مثلا يا دكتور اوعى تقول كذا فانت تروح يا جدعان الحقوا ده المريض ده عنده كذا كذا. لا يا حبيبي، احفظ اسرار المرضى. خلاص. طيب يبقى السؤال يكلمك عن منفعه المريض واحترام المريض وحقوق المريض في العلاج والرعايه والحاله الصحيه للمريض والوضع الصحي للمريض وقرارات علاجيه تخفض المريض او قرارات علاجيه تخص المريض واخلاقيات المريض والطبيب. اكتب جنبها مشكلات او علاقه الطبيب بالمريض. خلاص. طيب واكتب جنبها هنا حفظ اسرار المرضى. ما انت لازم تحفظ اسرار المرضى بتوعك. جميل جدا. يبقى تاني اي سؤال هيكلمك عن علاقه الطبيب بالمريض، يبقى اخلاق عياده. خلاص. مشكلات بيواجهها الطبيب يبقى اخلاقيات العياده. جميل. طيب عايزين نحقق منفعه المريض، اخلاقيات عياده. حفظ اسرار المرضى، اخلاقيات العياده. ايه بقى اخلاقيات البحث العلمي دي يا مستر؟ اخلاقيات البحث العلمي دي هيكلمك عن تجارب. هيكلمك عن ايه؟ اكتب جنبها هنا تجارب. خلاص. اي سؤال يكلمك عن تجارب اهي، تجارب او ابحاث علميه او دراسات علميه او المعامل والمختبرات، وضع بروتوكولات وشروط للتجارب على البشر. بالله عليك اخطر كلمه واهم كلمه اهي، التجارب على البشر يا باشا. وانت بتعمل تجربه على انسان لازم يكون في شروط. ما تعملش تجربه والانسان ده يموت منك، لا، لازم الانسان اللي انت هتعمل عليه تجربه ده يكون انسان، او بمعنى صح ما يجيلوش ضرر. خلاص. طيب اي حاجه يكلمك عن تجارب او تجارب على البشر، بحث علمي. تجارب على البشر بحث علمي. علاقه الطبيب بالمريض عياده. تجارب على البشر بحث علمي. خلصت. تعال نخش على اخلاقيات السياسه الصحيه. واكتب هنا جنبها الدوله. اكتب جنبها كلمه الدوله. اي سؤال يكلمك عن الدوله اهو، السؤال يكلمك عن الدولة أو المجتمع أو السلطات الطبية. إيه يا مستر كلمة سلطات طبية دي؟ زي وزارة الصحة مثلا، منظمة الصحة العالمية، اللجان الطبية، كل دي الناس المسؤولة عن الطب. قوانين وتشريعات. ما مين اللي هيحط لك قانون؟ مين اللي بيحط القوانين؟ ما هي الدولة. خلاص. طيب قوانين وتشريعات. وتشريعات وخطط تضعها الدولة للوقاية والحماية من الأمراض. يبقى أي حاجة خاصة بالدولة سياسة صحية. مبادرة تقوم بها الدولة أو توفر القادات والتطعيمات الصحية أو الصحة العمومية. بالله عليك تحت الكلمة دي الصحة العمومية. يعني أنا مستر كلمة صحة عمومية. كلمة عمومية يعني عامة شاملة. عارف أنت مثلا زي إيه؟ زي 100 مليون صحة، فاكرها؟ 100 مليون صحة اللي الدولة كانت عاملاها. 100 مليون صحة يعني الشعب كله لازم يكون صحته كويسة، دي اسمها صحة عمومية. خلاص. طيب منظومة العلاج. اكتب جنبها هنا المستشفيات. اكتب جنبها مستشفى عشان انا ما عنديش مكان. منظومة العلاج دي اللي هي المستشفيات. توزيع الموارد الصحية دي اللي هي الأدوات الصحية
الادوات الصحيه، الاطباء والممرضين. خلاص. طيب انا دلوقتي عندي موارد صحيه اسمها الادوات الصحيه، مثلا سواء بقى مثلا سرير، سواء مثلا ادوات طبيه وعلاجيه ودكاتره وممرضين، ده كل اسمها موارد صحيه. عايز اوزعها على منظومه العلاج اللي هي المستشفيات، صح؟ يبقى هنا الادوات بتاعتي دي هوزعها على المستشفيات عشان يبقى عندنا صحه عموميه. اي سؤال يكلمك عن صحه عموميه، صحه عموميه صحه الشعب كله، منظومه العلاج، الدوله، قوانين الدوله، يبقى سياسه صحيه. اي سؤال يكلمك عن تجارب على البشر، بحث علمي. اي سؤال يكلمك عن علاقه المريض بالطبيب وحفظ اسرار المرضى ومنفعه المريض، اخلاقيات العياده. وخلصت اخلاقيات البيوتيكا. ما اتكلمنا كبير عن الجزئيه اللي بعدها، تعالى اكلمك عن الجزئيه اللي بعدها. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، نجيب بس الصفحه كده. الجزئيه اللي بعدها بيكلمنا عن المشكلات الاخلاقيه الناجمه عن الثوره البيولوجيه. كلمه ثوره بيولوجيه يعني لما البيولوجيا او علم الطب وصل لاقصى مراحله، وصل لاقصى مرحله من التطور. طبعا اي حاجه بتوصل لاقصى مرحله من التطور بيبدا يظهر فيها مشكلات. كلمه مشكلات اخلاقيه ناجمه عن الثوره البيولوجيه يعني في مشكلات ظهرت عن التطور العلمي الطبي. خلاص، ايه هم المشكلات دي؟ عندي 4 مشكلات. المشكله الاولى اسمها زرع الاعضاء. اسمها ايه؟ زرع الاعضاء. زرع الاعضاء. طيب انا عندي نوعين من زرع الاعضاء، لو المتبرع ده حي ولو المتبرع ده ميت. انا هاخد عضو من انسان في حالتين، لو الانسان ده صاحي او لو الانسان ده ميت. طيب تعال نشوف لو الانسان ده صاحي، لو المتبرع حي. اي سؤال يكلمك عن نقل اعضاء من شخص الى شخص تاني مريض، سرقه الاعضاء او تجاره الاعضاء او استغلال البشر، ما احنا نستغل الانسان في ان احنا ناخد منه اعضائه. تحويل الانسان لقطع غيار. كده انا شايف الانسان ده بالنسبه لي قطع غيار. ليه؟ اي انسان مريض اخد منه عضو وازرعه له وخلاص كده شكرا، المريض بتاعي خف. خلاص. تسليع الانسان. كلمه تسليع الانسان يعني جعل الانسان سلعه. خلاص، الانسان اصبح جسمه منتجا او سلعه تباع وتشترى. هنا ظهر مشكله اسمها مشكله تجاره الاعضاء. اكتب هنا تجاره الاعضاء. الاعضاء. خلاص، يبقى هنا في حاله المتبرع الحي لو الانسان صاحي ظهر مشكله اسمها تجاره الاعضاء. الانسان بيتبرع بالعضو مثلا عنده وهو صاحي، بس في شرط، لازم العضو ده يكون قابل للتجدد. خلاص، لازم العضو ده يكون قابل للتجدد. يعني ما ينفعش حضرتك تتبرع بقلبك، ما ينفعش تتبرع بقلبك، قلبك ده قابل للتجدد؟ لا، حضرتك هتموت. ما ينفعش تتبرع بدراعك، دراعك قابل للتجدد؟ لا. طيب ينفع تتبرع برجلك؟ لا. طب ينفع تتبرع بحته من كبدك؟ حضرتك اتبرعت بحته من كبدك، الحته اللي انت اتبرعت بيها دي واديتها للمريض هتكمل وهتبقى كبد كامل، والحته اللي اتقطعت منك هتكمل وهتبقى كبد كامل. يبقى هو عنده كبد كامل وانا عندي كبد كامل، يبقى اصبح كده احنا الاثنين استفدنا. انا اتبرعت له عشان يعيش وفي نفس الوقت هو عاش وخف والكبد عنده بقى كامل والكبد عندي بقى كامل. يبقى حضرتك هنا عشان تتبرع لازم العضو ده يكون قابل للتجدد. طيب ظهر مشكله في المجال ده اسمها ايه؟ اسمها تجاره الاعضاء، والانسان هنا بقى مهنه. طيب في مشكله ثانيه اسمها زراعه الاعضاء برضه، بس في حاله المتبرع الميت. اي سؤال يكلمك عن موت الدماغ بالله عليك بروز لي الكلمه دي، بروز لي كلمه موت الدماغ. يبقى موت الدماغ معناها زرع الاعضاء بس لو المتبرع ميت. خلاص، انسان مات وعايزين ناخد منه عضو. خلاص. طيب يبقى لازم يكون عنده حاجه اسمها موت الدماغ. يعني ايه مستر موت الدماغ؟ انت دلوقتي مثلا ربنا كرمك وبقيت دكتور ودخلت المستشفى. خلاص، امتى تقول على الانسان ده ان هو مات؟ ان هو مات مش مجرد بس ان قلبه يقف، لا، قلبه وقف دي انت ممكن صدمتين كهرباء ترجعه للحياه تاني. طيب الاهم من ان قلبه يقف ان عقله يكون مات، دماغه تكون ماتت. لو دماغه ماتت خلاص شكرا، خلاص يبقى كده الانسان ده مات، يبقى ده اسمه موت الدماغ. خلاص، يبقى الانسان هنا مات. نهايه الحياه الواعيه، توقف النشاط الدماغي المسؤول عن الوعي والادراك. هنا الانسان مات بالكامل. طب عايزين ناخد بقى عضو من انسان مات، لازم يكون حديث العهد. اكتب جنبها هنا حديث العهد. يعني ايه يا مستر حديث العهد؟ لسه ميت، لسه ميت طازه زي ما بيقولوا، فريش كده. خلاص ناخد منه عضو وهو لسه فريش طازه. طب لو مات وعدى عليه فتره ما ينفعش. خلاص. طيب اخد منه عضو امتى؟ لما يموت دماغيا
موت الدماغ. ممكن يشيل لك كلمه زرع الاعضاء في حاله المتبرع الميت ويحط لك كلمه موت الدماغ، اعرف انه بيكلمك عن زراعه الاعضاء في حاله المتبرع الميت. رقم 3 اسمها نزع الوسائل الاصطناعيه الداعمه بين قوسين اسمها الموت الرحيم او رصاصه الرحمه. رصاصه الرحمه، انت دلوقتي مثلا قدامك مريض، انت عارف ان المريض ده عايش بالاجهزه بس المريض دوت ماله؟ عايش بالاجهزه بس، فصلنا منه الاجهزه مات، فصلنا منه الاجهزه مات. طيب هو عايش بالاجهزه، بالنسبه له كده هو عايش بالاجهزه، يعني موته مساله وقت. خلاص طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ ننزع منه الوسائل اللي هي بتدعمه. اسمه ايه؟ اسمه الموت الرحيم. اي سؤال يكلمك عن انهاء حياه الانسان بعقار مميت بهدف تخفيف الالم عنه. كلمه عقار يعني دواء، تديله حقن بقى خلاص تخلصه من اللي هو فيه ده. خلاص. نزع الوسائل الاصطناعيه الداعمه للحياه مثل رفع اجهزه التنفس الاصطناعي وترك المريض يموت. يبقى هنا المريض اصلا ميت بس عايش بالاجهزه، فانا هعمل ايه؟ هنزع منه الاجهزه دي عشان اديله رصاصه الرحمه اللي هو الموت الرحيم. بعد ما ظهر الموت الرحيم ده، قالوا يا جدعان ما ينفعش نخلي الانسان او نموت الانسان بالسهوله دي. ظهر عندنا حاجه اسمها قيمه الحياه. اسمها ايه؟ قيمه الحياه. يا جدعان الحياه مهمه والله، ولا الحياه مهمه ما ينفعش ننهيها بالطريقه دي. ما ينفعش الانسان يبقى مريض وانزع منه الوسائل بتاعته، لا الحياه ليها قيمه. ايه السؤال اللي يكلمك عن ان الحياه لها قيمه؟ الحياه مقدسه. كلمك ان الطبيب ليس من حقه التسبب في وفاه المريض او قتل المريض. الحق في الحياه، المريض هنا ليه حق في الحياه، ما ينفعش حضرتك ايا كنت مين تاخد منه حقه في الحياه. خلاص سيبه يعيش، سيبه ياخد وقته. خلاص الحياه هنا مهمه، الحياه هنا مقدسه، الحياه ليها قيمه. عندي كام مشكله؟ 4. زرع الاعضاء في حاله لو المتبرع عايش وميت. لو هو متبرع عايش لازم العضو ده يتجدد. ظهر مشكله برضه اسمها ايه؟ اسمها تجاره الاعضاء. طب لو ميت لازم يكون عنده موت الدماغ، لازم يكون عنده ايه؟ موت الدماغ. طيب رقم 3 نزع الوسائل الاصطناعيه الدائمه اللي اسمها موت الرحيم. الانسان هنا عايش بالاجهزه بس. رقم 4 اسمها قيمه الحياه. يا جدعان الحياه ليها قيمه ومهمه ولازم نحترم حياه كل الناس. تعال عند الجزئيه اللي بعدها اسمها عناصر الموافقه المستنيره، ويبقى خلصنا البيوتيكا. خلاص؟ لا لسه فاضل جزئيه في البيوتيكا. عناصر الموافقه المستنيره، عندي كم عنصر؟ عندي 5. عندي كم عنصر يا؟ عندي 5. حاجه اسمها الافصاح، حاجه اسمها الفهم، حاجه اسمها الاهليه، حاجه اسمها الطواعيه، حاجه اسمها الموافقه. تعال نبدا بالموافقه. خلاص؟ الموافقه، اي سؤال يكلمك عن موافقه كتابيه. لحظه واحده بقى هنا، يا مستر موافقه كتابيه دي حضرتك تمضي ان انت موافق يتعمل عليك تجربه. خلاص؟ انت مثلا في حد عايز يجرب دواء معين فعايز يجربه عليه، فلا انت لازم تمضي على ورقه ان انت موافق، دي اسمها موافقه. خلاص؟ اقرار كتابي من المريض. خلاص؟ وتوقيع المريض، يبقى اي حاجه فيها توقيع كتابي اسمها موافقه. رقم 2 حاجه اسمها الطواعيه. اي سؤال يكلمك عن حريه الانسان، بالله عليك قطع تحت الكلمه دي، اهم كلمه حريه الانسان. اكتب جنبها استقلاليه الانسان برضو، ان الانسان هنا حر ومستقل. حريه الفرد في المشاركه وعدم المشاركه في الابحاث والتجارب. طالما انت حر تشارك او ما تشاركش يبقى اسمها الطواعيه. لو شاركت يبقى انت متطوع. بص كلمه الطواعيه جايه من كلمه متطوع. انا جاي لك بارادتي، انا جاي لك بحريتي، انا جاي لك باستقلاليتي، محدش جبرني، انا اللي جاي لك بدماغي وبمزاجي وبحريتي. خلاص؟ طالما انا حر ومستقل يبقى اسمها الطواعيه. قبول او رفض المريض المشاركه او عدم المشاركه دون اي ضغط او اجبار او اكراه. لا انت هنا مش محدش ضاغط عليك، محدش ضاغط عليك، انت هنا جاي برجلك. طيب الاهليه. الاهليه انا حاطط لك الصوره دي هنا علشان تعرف ان هنا كلمه اهليه معناها ان المريض ده لازم يكون مؤهل. لازم يكون ايه؟ مؤهل. مؤهل ازاي بقى يا مستر؟ مؤهل ذهنيا وبدنيا وعقليا وكل حاجه وجسديا، لازم يكون مؤهل. يعني مثلا ما ينفعش تجيب واحد مثلا متخلف عقليا وتقول له انا هعمل عليه تجربه، ما ينفعش حبيبي. هتعمل ازاي على التجربه على واحد متخلف عقليا؟ طب ما هو متخلف عقليا هو كده مش مؤهل، صح؟ يبقى فقدت عنصر الاهليه. فقدت عنصر ايه؟ الاهليه. اي سؤال يكلمك عن قدره المريض على الفهم، لازم يكون عاقل، لازم يكون واعي، لازم يكون ناضج، لازم يكون مؤهل. قدره المريض على اتخاذ القرار. عدم اجراء التجارب على الاطفال والمتاخرين عقليا وذوي الاحتياجات الخاصه وحمايتهم. خلاص؟ طيب يبقى هنا اي سؤال هيكلمك عن قدره المريض على الفهم. بالله عليك انا عايزك تكتب لي هنا عند قيمه الحياه. خلاص؟ عدم اجراء تجارب على الاجنه والمشوهين.
يعني ايه يا مستر؟ كلمه الاجنه يعني الجنين. الجنين ليه حق في ان هو يعيش، ما تعملش عليه تجربه تقول ده كده كده ايه عيل صغير ولو مات خلاص، لا، هو ليه حق في العيش. طب والمشوهين، الناس اللي عندها عيب خلقي، لا ما تقولش بعد كده كده ايه حياته ملهاش لازمه يلا نعمل عليه تجربه، لا، ليه حق في ان هو يعيش، ليه قيمه لحياته. نرجع تاني، الاهليه معناها ان الانسان لازم يكون مؤهل. يعني ايه مؤهل؟ يعني يكون مؤهل ذهنيا وجسديا وعقليا وكل حاجه، لازم يكون عنده قدره ان هو يفهم الكلام اللي انت بتقوله، لازم يفهم الكلام اللي انت بتقوله. لما فهمكش يبقى ما عندوش اهليه او مش مؤهل. خلاص؟ طيب، رقم 3 حاجه اسمها الفهم، او رقم 4 حاجه اسمها الفهم. ايه الفهم ده بقى؟ اكتب جنبها اللي هي خاصه بالمريض. خاصه بالمريض. يعني ايه يا مستر خاصه بالمريض؟ يعني الكلام اللي حضرتك هتقوله له كدكتور لازم المريض يفهمه، ما اسمها الفهم. اي سؤال يكلمك عن وعي المريض، فهم المريض، استيعاب المريض، ادراك المخاطر المتوقعه. انت دلوقتي كدكتور وعايز تعمل تجربه على مريض والمريض ده وافق، لازم تكلمه وتقول له اللي هيحصل. طيب، وبعد ما اكلمه واقول له اللي هيحصل بس كده؟ لا، ده لازم يفهم، لازم يفهم. طب لو ما فهمش فهمه تاني لغايه ما يفهم. خلاص؟ طب طالما فهم والمريض فهم خاصه بالمريض، يبقى ده عنصر الفهم. عنصر الفهم دي خاصه بالمريض، لازم المريض يفهم. طيب الافصاح بقى اكتب جنبها هنا خاصه بالطبيب. خاصه بالطبيب. خلاص؟ اي سؤال يكلمك عن تقديم جميع المعلومات للمريض وعن الاضرار والفوائد، هنا انت كدكتور بقى لازم تفصح المريض عن التجربه، لازم تديله كل المعلومات. انت هنا خاصه بك كدكتور، ده دورك انت بقى كدكتور، لازم يبقى عندك الافصاح، لازم تكلمه. خلاص؟ طيب، توضيح المصطلحات الطبيه للمريض، اخبار المريض بالخطه العلاجيه بشكل مبسط. يا جدعان هنديك كل حاجه عندنا ونقول لك الدنيا هتمشي ازاي. طالما انا كدكتور اللي هتكلم يبقى افصاح. طب لو المريض فهم يبقى دي خاصه بالمريض، يبقى الفهم. خلاص؟ طب المريض هنا لازم يكون مؤهل. مؤهل ازاي؟ يعني لازم يكون واعي، ما يكونش عيل صغير، يكون واعي، يكون عاقل، يكون انسان مدرك. طيب التوعيه يكون جاي لك بحريته بادراكه، هو هنا حر، هنا جاي متطوع. خلاص؟ محدش جبره. الموافقه ان هو يمضي كتابيا. اخر جزئيه في البيوتيكا ويبقى خلصنا مراجعه الفلسفه ونخش على المنطق. معايير الاخلاقيات الطبيه الحديثه. عندي كام معيار؟ عندي 4. كم معيار يا 4؟ واحد حاجة اسمها المنفعة، أي سؤال يكلمك عن تحقيق منفعة وفائدة للمريض أو فعل أي شيء فيه خير للمريض. أهم كلمة هي فعل الخير. حضرتك يا دكتور لازم تعمل الخير للمريض عشان المريض ده يستنفع منك، لازم تقدم المنفعة، لازم تعمل الخير، لازم تحقق منفعة المريض. خلاص؟ طيب، 2 حاجة اسمها عدم إلحاق الأذى، ما يبقاش المريض اللي جايلك ده تضر. واحد مثلا انت ربنا كرمك وبقيت دكتور اسنان وجالك واحد عايز مثلا يخلع ضرسه، فانت بدل ما تخلع له ضرسه رحت جايب له نزيف في اللثه، مش انت كده جبت له ضرر فوق الضرر بتاعه؟ يبقى انت كده ما التزمتش بعدم الحاق الضرر او عدم الحاق الاذى. خلاص؟ يبقى اي سؤال يكلمك عن عدم الحاق اي ضرر للمريض او اي اذى للمريض سواء مقصود او غير مقصود او عن طريق الاهمال، مش عشان انت مهمل تجيب لي ضرر. يكلمك عن استخدام الادوات الملوثه والغير معقمه، ما كل ده هيسبب ضرر للمريض. يبقى طالما هتجيب ضرر للمريض يبقى ده انت كده ما التزمتش بالمعيار رقم 2 اللي هو عدم الحاق الاذى، لازم ما تجيبش ضرر فوق الضرر. رقم 3 اسمها احترام الاستقلاليه الفرديه. يعني احترام الاستقلاليه الفرديه؟ يعني هنا المريض حر. المريض ايه؟ حر. المريض مستقل. اي سؤال يكلمك عن حريه الانسان اهي في تحديد مصيره، انا هنا حر، انا هنا مثلا عايز اخد العلاج ده او ما اخدوش انا حر، عايز اعمل العمليه دي او ما اعملهاش انا حر. خلاص؟ طيب، يبقى هنا احترام الاستقلاليه معناها ان المريض حر. حريه الفرد في المشاركه او عدم المشاركه، طالما بيكلمك عن حريه يبقى استقلاليه فرديه. خلاص؟ حريه التصرف للمريض واستقلال المريض. اي حاجه يكلمك عن الحريه والاستقلال احترام الاستقلاليه الفرديه. المريض مش عايز يعمل العمليه سيبه براحته، مش عايز ياخد العلاج سيبه براحته وانت بتوجهه بس. طيب، جميل جدا. رقم 4 حاجه اسمها المساواه والعدل. انت هنا لازم تساوي وتعدل بين كل المرضى، ما تجيش تقول المريض ده مسلم فانا هعالجه، المريض ده مسيحي مش هعالجه، ما تقولش المريض ده مسيحي هعالجه، ما تقولش المريض ده مسلم مش هعالجه، ما تقولش المريض ده ابيض هعالجه، المريض ده اسود مش هعالجه، وهكذا. ما ينفعش. المرضى كلهم بالنسبه لك سواسيه، كله زي بعضه، ما تميزش باللون او دين او عرق. جميل جميل. اي سؤال يكلمك عن العدل والمساواه بين جميع المرضى بغض النظر عن الدين او العرف او الجنس او الوظيفه او المستوى الاجتماعي، كله زي بعض. اكتب هنا
سية، الناس كلها سواسية. عدم التمييز او عدم التفريق، ما تفرقش بين حد. عدم التفضيل بين المرضى، الطبيب يوزع وقته على جميع المرضى. طالما المريض او الطبيب هنا هيساوي بين كل الناس، مساواة وعدل. المريض حر، استقلالية فردية، ما تجيبش ضرر للمريض فوق الضرر بتاعه، عدم الحاق الاذى. المنفعة ان انت بتعمل الخير وبتقدم المنفعة للمريض. خلص البيوتيكا، رجعنا الفلسفة بالكامل، يلا بينا نخش على فرع المنطق. يلا بينا يا صديقي اللي خلصت فرع الفلسفة أو نص فرع الفلسفة بالكامل اللي هو مقرر عليك في امتحان الشهر. يلا بينا نخش نقضي وننهي صفحة المنطق اللي حضرتك هتمتحن عليه. يا مستر عايز أعرف هتكلمني عن إيه في جزء المنطق؟ هكلمك عن أنواع الاستدلال. هكلمك عن إيه أنواع الاستدلال؟ عن استدلال استنباطي واستدلال استقرائي. واحدة واحدة كده هقارن لك بين، شايف انت كل الجميلة دي، كل السبورة الجميلة دي هلخصها لك بص في جدول جميل جدا تحل بيه اي سؤال. بس عايز اقول لك معلومه او ملحوظه قبل ما نخش في السؤال. العلم منهج في التفكير. يعني ايه مستر العلم منهج في التفكير؟ يعني انت عارف ان كلمه منهج معناها هدرس ايه صح؟ او هدرس بايه؟ طريقه الدراسه. ايه بقى من كلمه منهج؟ طريقه الدراسه. العلم منهج في التدريب في التفكير، يعني العلم طريقه الدراسه. بمعنى عندي عالم واحد ولا علماء كتير؟ يا مستر انا عندي علماء كتير قوي. علماء كتير قوي، طب بيدرسوا حاجه واحده ولا بيدرسوا حاجات كتير برضو؟ لا يا مستر بيدرسوا حاجات كتير جدا. عندي عالم في الفلك، فيزياء، كيمياء، احياء، فلسفه، علم نفس، كل دول علماء. طيب ليه قلنا على كلهم علماء برغم ان هم كلهم موضوعاتهم مختلفه؟ عشان كلهم مشوا على منهج واحد اسمه المنهج التجريبي. طالما حضرتك هتمشي على المنهج التجريبي ادرس اللي انت عايزه بقى. طالما هتدرس اي حاجه بس تمشي لي على المنهج التجريبي، هتمشي على منهج معين، ادرس اللي انت عايزه هنقول عليك عالم. خلاص يبقى اسمها العلم منهج في التفكير. كل واحد بيدرس اللي هو عايزه، بس بالله عليك ما تنساش حاجه صغيره، امشي لها على المنهج التجريبي. خلاص اعمل تجربه، اعمل تجارب وهكذا. جميل جميل. يا مستر حضرتك قلت لي في الاول ان حضرتك هتقارن لي بين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي او الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. بقارن لي بينهم بقى يا مستر. هقارن لك بينهم يا سيدي من عين الاثنين. تعالوا نلخص لك كل الحاجات الجميله دي، الخص لك في زيتونتين. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك اقارن لك بين الاستنباط خلاص والاستقراء. تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنباط والاستقراء. طيب يا مستر الاستنباط ده عايز اقول لك ان هو منهج العلوم الطبيعيه. منهج ايه؟ او منهج العلوم الرياضيه. اكتب جنبها هنا رياضه. منهج العلوم الرياضيه. طيب والاستقراء منهج العلوم الطبيعيه. ما تروحي بقى. طيب منهج العلوم الطبيعيه اكتب جنبها هنا طبيعه. دي اول ملحوظه عايز اقولها لك، ان الاستنباط منهج العلوم الرياضيه. طيب والاستقراء منهج العلوم الطبيعيه. طيب ما تدينا يا مستر مثال. اديك مثال اهو. مثال مثلا لو جيت قلت لك كده كل اهو كل انسان فان. كلمه فان يعني هيموت. خلاص. طيب وجيت قلت لك كده ارسطو انسان. تستنتج ايه؟ تستنتج ايه؟ تشيل كلمه انسان مع كلمه انسان هيفضل لك ايه؟ ان ارسطو فان. صح اهو ارسطو فان يعني ارسطو هيموت. يا مستر حضرتك بتقول لي ان كل انسان هيموت، كل انسان هيموت، قلت لي ان ارسطو انسان، اذا انا استنتجت ان ارسطو هيموت. تعالى بقى نفصص الكلام ده. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا يبدا يخش في الجد. ركز معايا، ركز معايا اهو. خلاص. طيب يا مستر حضرتك قلت لي في الاول كل انسان صح؟ انتهينا ان النتيجه وصلت ليه؟ لارسطو وصلنا من كبير لصغير، من كل لجزء، من كل لجزء. قلت لي مستر بتقول لي كل انسان، قلت لي في النتيجه ارسطو. هل ارسطو كل الناس؟ لا. يبقى اول ملحوظه هنا ان احنا بننتقل من الكل الى الجزء. من الكل لايه؟ من الكل للجزء، من الكل للجزء. كل انسان قلنا في النتيجه ارسطو فان. قلنا في النتيجه ارسطو. انتهينا وصلنا من الكل للجزء، من العام الى الخاص. من العام ايه للخاص. ما هي العام دي انا بتكلم عن كل الناس،
بتكلم عن الناس بصفه عامه. النتيجه ارسطو شخص واحد حاله خاصه، خلاص، من الكبير للصغير، من العام للخاص، من الكل للجزء. حلو، حلو جدا يا مستر. نعم، النتيجه هنا مؤكده بنسبه كام في الميه؟ يعني ارسطو هيموت بنسبه كام في الميه؟ هل في احتمال ممكن ارسطو ما يموتش؟ لا، ارسطو هيموت بنسبه 100%، بنسبه 100%. سمينا النتيجه المؤكده دي نتيجه يقينيه. نتيجه ايه؟ نتيجه يقينيه. كلمه يقينيه يعني مؤكده بنسبه 100%. نتيجه يقينيه. كلمه يقينيه يعني مؤكده ما فيهاش شك، خلاص، مؤكده ما فيهاش اي شك. في شك ان ارسطو مش هيموت؟ لا، ده النتيجه هنا يقينيه مؤكده بنسبه 100%. طيب يا مستر، الاستدلال ده ليه اسم تاني؟ بالله عليك ركز في الحته دي، ركز في الحته دي عشان ليه اسم تاني، اسمه استدلال هابط. طبعا الاصفر مش باين، صح؟ نغير لك الاصفر اهو. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي اهو. استدلال هابط. يعني ايه يا مستر هابط؟ يعني ايه هابط؟ يعني بينزل. هابط بينزل من حاجه كبيره لحاجه صغيره، من حاجه كبيره لحاجه صغيره، من حاجه كبيره لحاجه صغيره، من حاجه كبيره لحاجه صغيره. اسمه استدلال هابط. نتيجته يقينيه، بنتقل من الكل للجزء، من العام للخاص، من الكبير للصغير. خلص الاستنباط. سهل سهل. خش على الاستقراء بقى. خش على الكبير، على الكبير اللي هو اللي هندرسه بالتفصيل اصلا دلوقتي. بس صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا مستر حضرتك اديتني هنا مثال، ما تديني هنا مثال برضو. اديك مثال. لو كنت قلت لك مثلا اهو، مثلا النحاس خلاص يتمدد بالحرارة. خلاص، النحاس يتمدد بالحرارة. كنت قلت لك كده الحديد برضو يتمدد بالحرارة. نستنتج ان ممكن ربما كل المعادن تتمدد بالحرارة. ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام من هنا يبدأ بالجد، يبدأ جد. ركز معايا بقى. النحاس معدن يتمدد بالحرارة، طب ما الحديد برضو معدن بيتمدد بالحرارة. وصلنا لنتيجة قلنا ان ربما كل المعادن تتمدد بالحرارة. احنا هنا بدأنا بحالة فردية ولا جزء ولا كلية؟ لا يا مستر، انت بدأت بحالة فردية، معدن واحد او معدنين. احنا ما جبناش كل المعادن اللي في الطبيعة. هل انا جمعت كل المعادن اللي في الطبيعة؟ في حد اصلا يقدر يجمع كل المعادن الموجودة في الطبيعة؟ ما حدش يقدر. انا جبت معدنين بس وعرضتهم لحرارة، لقيتهم بيتمددوا بالحرارة. استنتجت، قلت يا جدعان طالما جربنا الاثنين دول وتمددوا بالحرارة، يبقى ممكن كل المعادن اللي هنجربها تتمدد بالحرارة. صح؟ صح. طيب بس صلي بينا على النبي بقى صلى الله عليه وسلم. لا هنا بقى احنا هنا انتقلنا من الكل للجزء، صح؟ صح. طب هنا بدأنا بالجزء، من الجزء إلى الكل، من الجزء للكل استقراء، من الجزء للكل استقراء. من الجزء اهو، انا جبت لك يا باشا معدنين بس، والله العظيم جبت لك معدنين بس اهو، معدنين، ما جبتلكش كل المعادن، جبت لك جزء من المعادن، وفي الاخر قلت لك ربما كل المعادن تتمدد بالحراره. خلاص؟ طيب من العام للخاص، هنا قلنا من العام للخاص، يبقى هنا من الخاص الى العام. صح؟ صح جدا يا كبير. قلت ان هو منهج العلوم الطبيعيه، يعني بجيب الحاجات اللي انا عايز اجربها من الطبيعه. وهنا في الرياضه يعني مثلا اهو، لو جيت قلت لك 2 زائد 2 بتساوي 4، في شك ان 2 زائد 2 ممكن ما تساويش 4 ولا مؤكده بنسبه 100%؟ مؤكده بنسبه 100%. طالما مؤكده يقينيه مؤكده، يبقى رياضه او استنباط. نرجع تاني هنا بقى. هنا منهج العلوم الطبيعيه، يعني بجيب الحاجات دي من الطبيعه. جبت النحاس والحديد منين؟ من الطبيعه. سمينا منهج علوم الطبيعيه. واحده واحده بقى كده. هنا قلنا النتيجه يقينيه، صح؟ انت خدت بالك من كلمه ربما دي؟ ربما يعني انا مش متاكد، ربما. يبقى هنا النتيجه احتماليه ترجيحيه. انا هنا مش متاكد، النتيجه احتماليه. بقول لك ربما كل المعادن تتمدد بالحراره، انا مش متاكد بصراحه. انا بقول لك النتيجه هنا احتماليه، يعني ممكن في معادن ما تتمددش، بس معظم المعادن هتتمدد بالحراره. انا هنا بدات من جزء لكل، من جزء لكل، من جزء لكل، من خاص لعام. النتيجه ايه؟ احتماليه
ترجيحيه. يا مستر نعم قلت لي الاستدلال الاستنباطي هابط. طب الاستقراء بقى، الاستقراء استدلال صاعد. استدلال ياض ايه؟ صاعد، يعني بصعد من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. طب هنا هابط ليه؟ عشان بهبط من الكبير للصغير. سهله سهله. خلص الاستنباط والاستقراء، خلص الاستنباط والاستقراء. بس عايز اقول لك على حاجه، هنا مفيش مكان، بس عايزك تكتب هنا او اكتبها عندك في الكشكول. بالله عليك اعمل الجدول ده، بالله عليك اعمل الجدول ده. اكتب هنا وانت بتعمل الجدول، اكتب: يمكننا من التنبؤ بالحالات المماثله. يا مستر ايه الكلمه الصعبه دي؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. يمكننا من التنبؤ من الحالات المماثله دي. صلي بينا على النبي. مش الحديد ده معدن؟ النحاس ده معدن؟ اه. طب الحديد ده معدن؟ اه. طب لو جيت قلت لك كده الفضه تتمدد بالحراره، مش الفضه دي معدن؟ اه. مش حاله مماثله؟ اه. انا جربتها؟ لا، بس تنبأت بالحالات المماثله ان هي تتمدد بالحراره. مش الخرسين ده معدن؟ اه. حاله مماثله؟ اه. هيتمدد بالحراره؟ اه. جربته؟ لا، بس تنبأت بالحالات المماثله. سهله سهله والله العظيم، سهوله ومفيش بعدها. خلي بالك طلبه كتير قوي بتشتكي من الاستنباط والاستقراء. انا عايزك تصور لهم دي سكرين شوت واقول لهم ايه، خد يا باشا ذاكر، او ابعت لهم لينك الفيديو ده. جميل جميل. نرجع للملزمه بتاعتنا، نرجع للملزمه بتاعتنا بقى، نشوف ايه كل اللغوصه اللي كانت موجوده. بالله عليك اوعى تنسى تعمل الجدول ده، اوعى تنسى. نرجع تاني. بص يا باشا، الاستنباط ينتقل من الكل للجزء. اتفقنا ان هو من الكل للجزء، من العام للخاص، من العام للخاص. النتيجه اصغر ما هي اصغر. احنا بدانا بكل انسان، انتهينا بارسطو، يبقى النتيجه هنا اصغر او اخص او مساويه للمقدمات. الاستقراء من الجزء للكل، ينتقل من الخاص للعام. النتيجه كبيره، خلاص ليه؟ عشان وصلنا للكل. جميل جميل. النتيجه لا تتجاوز المقدمات، يعني ما ينفعش النتيجه تبقى اكبر من المقدمات في الاستقراء. خلاص. طيب قلنا ان هو استدلال هابط. النتيجه يقينيه يعني مؤكده 100%، يستخدم مع العلوم زي الرياضيات. استدلال عقلي يعني بستخدم فيه عقلي بس مفيش اي تجارب. طب الاستقراء النتيجه كبيره عشان بنبدا من الجزء للكل. النتيجه تتجاوز المقدمات، كلمه تتجاوز المقدمات يعني اكبر من المقدمات. استدلال صاعد، النتيجه احتماليه، يستخدم مع العلوم الطبيعيه. استدلال مادي يعني بقدر اشوفه. يبقى تاني، حجه استنباطيه دي حجه يقينيه، حجه استنباطيه دي حجه يقينيه. واتفقنا ان كلمه يقينيه معناها مؤكده بنسبه 100%. طب من الممكن، من المحتمل، دي الاستقرائيه. الاحتماليه يعني استقراء، يبقى حجه استنباطيه دي حجه يقينيه. كلمه يقينيه مؤكده بنسبه 100%. طب من الممكن، من المحتمل، دي الاستقرائيه. سهله سهله. خلص الاستقراء والاستنباط، وغلاوتك عندي خلص الاستقراء والاستنباط. تعال نخش على الجزئيه اللي بعدها. انواع الاستقراء بقى. عندي نوعين من الاستقراء: استقراء تام واستقراء ناقص. نغير لك اللون اهو. استقراء تام واستقراء ناقص. يا كبير نعم، ليه اسم تاني للاستقراء التام ده؟ عشان وضع الامتحان ما يلعبش بيا. اسمه استقراء الكامل، التلخيصي، الاحصائي، التعدادي، الشكلي. اهم كلمتين التلخيصي والاحصائي او الكامل. خلاص. طيب يا مستر نعم قلت لي ان الاستقراء بصفه عامه بنتقل من الجزء للكل، صح؟ صح. بص هنا بقى، ينتقل من الكل للكل. ينتقل من ايه؟ من الكل للكل. مش فاهم يا مستر ازاي من الكل للكل؟ صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. جيت قلت لك ياض يا احمد خش عد لي القاعه، خش عد لي القاعه، قول لي في كام طالب جوه. فانت دخلت كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 100 110 120 130. عديت الطلبه كلها صح؟ هل انت فوتت واحد؟ لا، انت عديت الطلبه كلها، مشيت على الطلبه كلها. جيت قلت لي يا مستر في 100 طالب جوه في القاعه. يبقى واحده واحده هنا، انت دخلت عدد الطلبه صح؟ عددهم كلهم، فحصتهم كلهم، سبت واحد؟ لا. النتيجه بتاعتك اللي انت جبتها لي قلت لي يا مستر في 100 طالب جوه. يبقى هنا انتقلنا من الكل للكل. سهله سهله. يبقى هنا يتم فحص جميع الحالات، كل الحالات. ما انت ما قلت لك دلوقتي خش اعدل الطلبه 6 حاله؟ لا، عددهم كلهم. يبقى هنا بفحص كل الحالات، بفحص كل الحالات. بنتقل من الكل للكل، بنتقل من الكل لايه؟ للكل. بستخدمها مع ظواهر محدوده العد. ينفع عشان الظاهره دي عشان اعمل عليها استقراء تام لازم اكون محدوده، لازم الظاهره تكون محدوده اعرف اعدها. تعد لي طلبه، تعد لي مثلا برتقان، تعد لي بيلي، تعد لي كور، تعد لي ناس، اي حاجه المهم تكون بتعرف تعدها او تكون الظاهره دي محدوده عشان اقدر اعدها. جميل جميل. النتيجه يقينيه حتميه
مؤكده. النتيجه هنا برضو يقينيه. ليه؟ لما انا قلت لك هتخش تعديل القاعه، قلت لي في 100 طالب جوه، هل الكلام ده في شك ولا مؤكد بنسبه 100%؟ مؤكد بنسبه 100%، لان انت عديت الطلبه كلها. انت دلوقتي مدرس الفصل لما بيجي ياخد الغياب مش بيعدكم؟ بيعدنا. خلاص؟ طيب في شك في النتيجه بتاعته؟ لا، النتيجه بتاعته مؤكده بنسبه 100%. استقراء عقيم لا ياتي باي معرفه جديده. ما هو انت حضرتك ما ضفتليش حاجه جديده. لما قلت لك في كام طالب في القاعه قلت لي 100، هل في كده معلومه جديده؟ مفيش. هل لو انا دخلت عديتهم هلاقيهم 110؟ لا، هلاقيهم 100 برضه. يبقى هنا مفيش معلومه جديده. خلاص؟ طيب النتيجه تكون مساويه للمقدمات. النتيجه هنا مساويه للمقدمات. المقدمات بتساوي النتيجه. ازاي يا مستر؟ لو جيت قلت لك كده مثلا الاب دكتور، خلاص، والام دكتوره، والابناء دكاتره، اذا كل الاسره اطباء. مفيش مكان اكتب، فانت اعذرني بقى. انا دلوقتي رحت للاب ده لقيته دكتور، ورحت للام دي لقيتها دكتوره. استنتجت ايه؟ ان كل الاسره اطباء. هل انا خمنت حد من دماغي ولا مشيت مع كل واحد؟ مشيت مع كل واحد. يبقى هنا النتيجه مساويه للمقدمات. مشيت مع كل واحد من الكل للكل. طالما من الكل للكل استقراء تام. خلاص؟ والاستقراء ده مش حلو، ما بنستخدموش، لان احنا بنستخدمه لازم تكون الظاهره دي محدوده اقدر اعدها. بتكلمني يا كبير عن الاستقراء التام. حاسس الاستقراء الناقص ده هيبقى الحلو. الاستقراء الناقص يا كبير كلمنا عنه. الاستقراء الناقص ده ليه اسمين تاني، علمي او تعميمي. خلاص؟ طيب اللي هناك كان اسمه ايه؟ التام كان اسمه تلخيصي واحصائي. الناقص علمي وتعميمي. ينتقل من الجزء للكل. ده الاستقراء الحلو اللي احنا عملنا بيه المقارنه. ده الاستقراء الحلو. ينتقل من الجزء للكل. خلاص؟ يتم فحص عينه واحده بس من الحالات، او جزء او معظم او غايه، اي حاجه، باخد جزئيه بس صغيره افحصها واوصل في الاخر لنتيجه. خدنا جزء من المعادن من الطبيعه وعملنا عليه تجربه، وصلنا في الاخر ان ربما كل المعادن تتمدد بالحراره. خدنا جزء وبنوصل في الاخر للكل. بستخدمه مع الظواهر غير المحدوده. الظواهر اللي ما اقدرش اعدها. خلاص؟ لا متناهيه العد، زي مثلا ايه؟ حبات الرمال. تقدر تعد الرمله؟ لا. عدد قطرات الامطار، تقدر تعد عدد قطرات الامطار؟ لا. المعادن والغازات، الحاجات اللي انا ما بقدرش اعدها. صلي بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي عمل تحليل دم. عمل ايه؟ تحليل دم. الدكتور هنا هيعمل له تحليل دم بناء على الاستقراء التام ولا الناقص؟ التام ازاي التام ازاي؟ التام بنفحص بيه كل الظاهره، كل الجزيئات. يعني الدكتور هنا شفط دمك كله؟ هل سحب دمك كله ولا خد جزئيه؟ خد جزئيه. طالما ياخد جزئيه يبقى يستخدم الاستقراء الناقص، وبناء على اللي موجود في الجزئيه دي يبقى موجود في جسمك كله. خلاص؟ طيب بستخدمه في تحاليل الدم. اهو لسه سبحان الله، والله يا ابني والله ما اعرف ان هي مكتوبه هنا. بستخدمه في تحاليل الدم. النتيجه احتماليه ترجيحيه. قلنا من الممكن، من المحتمل، دي الاستقرائيه. جميل. النتيجه تاتي بها بمعرفه جديده. بتضيف لي معرفه جديده، بتضيف لي معلومه جديده. هنا النتيجه اكبر من المقدمات، عشان بدانا بمقدمات صغيره وصلنا الى نتيجه كبيره. التنبؤ والتعميم على الحالات المشابهه، لسه قايلها لك انا فوق. خلاص؟ جميل جدا. يبقى الاستقراء التام مش حلو، ما بحبوش. ليه؟ عشان بستخدمه في ظواهر محدوده. طب الاستقراء الناقص بحبه عشان ده بستخدمه في ظواهر غير محدوده. اكتب جنبها ان هو الاستقراء الحقيقي. اكتب جنبها هنا علمي تعميمي حقيقي. الاستقراء الحقيقي ده الاستقراء الحلو. الاستقراء الناقص حلو. الاستقراء التام وحش عشان بستخدمه في حالات محدوده. خلص درس الاستقراء والاستنباط. كلمني يا كبير عن فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون ده جه لقى ان الناس كلها ماشيه ورا ارسطو. ماشيه ورا ايه؟ ارسطو. قال لهم يا جدعان ارسطو ده ابن 60 في 70 في 80، ما حدش يمشي وراه. ارسطو ده مين؟ ابن 60 في 70 في 80، ما حدش يمشي وراه. انا هعمل لكم منهج جديد انا حلو يؤدي الى معرفه جديده. حلو. قسم المنهج بتاعه لجانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. سامع واحد دلوقتي بيقول لي يا مستر اكيد هيبدا بالجانب الايجابي. يلا تشوف انت رايح فين. هيبدا بالجانب السلبي. ليه ده فرانسيس بيكون هتبدا بالجانب السلبي؟ قال لي بص يا مستر، ما اكذبش عليك، الانسان عنده غشاوه في عقله، عنده تراب، عنده كميه صدى. لازم نشيل له التراب والصدى دوت عشان يبدا يفهم الكلام اللي احنا هنقوله له. ما ينفعش مثلا حضرتك يبقى معاك مرايه عليها تراب وتقول لي انا مش عارف اشوف نفسي ليه. ما انت لازم تشيل التراب ده الاول، صح؟ نفس الكلام، مخ الانسان عنده تراب، نشيل له التراب عشان يبدا يفهم. فاحنا عشان كده هنبدا بالجانب السلبي او اسمه الجانب الهدمي.
خلاص، اللي هي الاوهام يعني. فرانسيس بيكون قال لنا ان في اوهام اسمها اوهام الكهف، اوهام الجنس، اوهام المسرح، اوهام السوء. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. اوهام الكهف دي اكتب جنبها كل انسان حبيس كهفه، اكتب جنبها هنا البيت. خلاص، البيت بيكلمك عن البيت. انت بتتاثر بعاداتك، بيتك اهو انت بتتاثر ببيتك، انت معتقد ان بيتك هو كله صح، كل كلامه صح. انت اتولدت في عيله اهلاويه فانت شايف ان الاهلي ده احسن فريق في الدنيا. اتولدت في عيله زملكاويه شايف ان الزمالك احسن فريق في الدنيا. اتولدت في عيله بتشجع برشلونه فانت شايف ان برشلونه احسن فريق في الدنيا، وده الحقيقه. صح. يبقى تاني نرجع تاني، اي سؤال يتكلم عن اخطاء خاصه او فرديه ذاتيه نسبيه، كلمه نسبيه يعني متغيره، خلاص، تختلف من شخص الى اخر. اهم كلمه اهي، اخطاء تنشا بسبب التكوين الخاص. كلمه تكوين خاص يعني تربيه، خلاص، لكل فرد، وهذا يرجع لاختلاف الثقافه. من الاخر اوهام بيكون او اوهام الكهف دي اللي نابعه من البيت. حضرتك بتتاثر ببيتك فبينشا عندك غشاوه على عقلك. ما اتكلمنا كبير عن الوهم اللي بعده اللي اسمه وهم الجنس، اكتب جنبها هنا اوهام الجنس يعني خاصه بكل الجنس البشري. ما اسمهاش جنس عشان جنس ذكر وانثى، لا، هي خاصه بكل الجنس البشري، ده معناها، يعني ما بتفرقش بين الذكر والانثى، لا، ده خاصه بكل الجنس البشري. اي سؤال يتكلم عن اخطاء عامه، طبعا هنا اخطاء فرديه، هنا اخطاء عامه يقع فيها كل الناس بسبب الطبيعه البشريه الناقصه. مفيش انسان كامل، كل الانسان عندهم اخطاء فطريه زي التسرع المتعجل في الحكم. مفيش انسان ما بيتسرعش في الحكم، مفيش انسان ما بيتسرعش في الحكم. خلاص، خداع الحواس، حواسك بتخدعك، او الخصائص والعاميه والتعميمات. يعني يا مستر مش فاهم منك اوهام الجنس بصراحه. اوهام الجنس دي اوهام عند كل الناس، عند كل الجنس البشري، زي التسرع في الحكم، بس كده. صعبه؟ لا يا مستر سهله. طب الكهف بتكلمنا عن اوهام الكهف او اوهام التربيه او البيت. بتكلمنا يا مستر عن اوهام المسرح. مين اللي بيطلع على المسرح يوم؟ مش المشاهير؟ المشاهير. يبقى هنا التاثر بالمشاهير، اكتب جنبها هنا التاثر بالمشاهير. طيب المشاهير بقى زي مين؟ زي العلماء، مشاهير العلماء. فاكر هنا فرانسيس بيكون لما لقى الناس كلها ماشيه ورا ارسطو؟ ليه كانت ماشيه ورا ارسطو؟ عشان ارسطو بالنسبه لهم ده عالم وعلامه ومشهور، خلاص، فالناس كلها ماشيه وراه عمياني. اي حاجه يقولها ارسطو صح، اي حاجه يقولها ارسطو صح، ارسطو كح صح، كلامك صح، دي صح كحه كحيتها في حياتي. خلاص، طيب يبقى هنا الناس كانت بتتاثر بالمشاهير. اي سؤال يتكلم عن التاثر بالمشاهير او التاثر بالفلسفات والنظريات القديمه، الاراء السائده المنتشره دون التاكد من صحتها. انت هنا بتتاكد من اي نظريه او بتصدق اي نظريه لمجرد ان هي منتشره، لمجرد ان اللي قالها واحد عالم مشهور، فانت هنا بتتاثر بيه. جميل. يبقى هنا انت حضرتك بتتاثر بالمشاهير او الفلاسفه او العلماء او النظريات السابقه. اوهام السوء بقى اكتب جنبها هنا اوهام اللغه. خلاص، اوهام اللغه. ايه السؤال يتكلم عن اللغه؟ خلاص، او الترادفات اللغويه، الفاظ لها اكتر من معنى زي كلمه جبن وكلمه عين، الفاظ ليس لها معنى اصلا زي كلمه غول وعنقاء. يا مستر نعم، في كلمات ملهاش معنى، غول وعنقاء ملهاش معنى. انت عمرك شفت غول في حياتك؟ اراهنك انت شفت غول في حياتك. شفت عنقاء في حياتك؟ لا. طب في كلمات يا مستر بتعمل اكتر من معنى؟ لو جيت قلت لك مثلا الواد مصطفى عادل اللي بيتفرج عليا ده بيحب الجبن، فواحد يفهمها ايه ده؟ هو بيحب الجبن يعني جبن. واحد تاني يفهم ايه ده؟ بيحب الجبن يعني بيحب ياكل الجبنه. يبقى الكلمه هنا حملت اكتر من معنى، حصل اختلاف بين الناس بسبب ان وجود اوهام اسمها اوهام السوء اللي هي خاصه باللغه. خلاص، يبقى اي حاجه خاصه باللغه سوء، اي حاجه خاصه بالبيت والتكوين كهف، اي حاجه خاصه بالمشاهير والنظريات السابقه مسرح، اي حاجه خاصه بكل الناس زي التصرف في الحكم الجنس. خلصت اوهام بيكون. يلا بينا نخش على الجانب الايجابي بقى. الجانب الايجابي او البناء. طبعا جانب بيكون ده الايجابي ماشي ب3 أو 4 خطوات. الخطوه الاولى اسمها الملاحظه وجمع المعلومات، 2 ترتيب المعلومات في 3 قوائم، 3 تحليل البيانات، 4 تفسير الظاهره للوصول الى القانون. اتكلمنا كبير عن اول واحده اللي هي الملاحظه وجمع المعلومات. ايه السؤال اللي كلامك عن جمع المعلومات عن الظاهره؟ رصد الظاهره، مشاهده الظاهره. ما هي كلمه ملاحظه، انت تعرف قدام ان كلمه ملاحظه معناها
مشاهده دقيقه. قلت لك لاحظ القلم ده، هتعمل ايه؟ هتبص له بس اهو، قلم فيه رصاصي واحمر، قلم بيكتب على سمارت بورد بس كده. دي الملاحظه. الملاحظه بتفرج، برصد، بشاهد واجمع معلومات. طيب فهمت يا مستر منك يعني كلمه ملاحظه وجمع معلومات؟ يعني بتفرج. طيب ترتيب المعلومات في 3 قوائم. يعني حضرتك المعلومات اللي جمعتها دي رتبها لي بقى، ما تخليهاش عشوائيه، مش عايزين العشوائيه، رتبها لي. طيب يا مستر ايه ال3 قوائم دولت؟ قائمه اسمها الحضور او الاثبات، قائمه اسمها الغياب او النفي، قائمه اسمها التفاوت او التدرج او التباين. يا مستر قائمه الحضور دي او الاثبات بنحط فيها الظاهره لما تكون موجوده. مش فاهم اي حاجه. هديك مثال ونرجع للسبوره تاني. لو جيت قلت لك تعالى مثلا نعمل ظاهره او نعمل ملاحظه عن ظاهره الكورونا. ظاهره ايه؟ الكورونا. فرحنا محافظه الجيزه، لقينا الناس كلها عندها كورونا، كلها نحطها في ظاهره ايه؟ في قائمه ايه؟ قائمه الحضور. ليه؟ لان الظاهره موجوده. طيب رحنا محافظه اسكندريه، ما لقيناش ولا واحد عنده كورونا، نحط في انهي قائمه؟ في قائمه الغياب لان الظاهره مش موجوده. رحنا محافظه مطروح، لقينا شويه عندهم كورونا وشويه ما عندهمش كورونا، شويه وشويه، نحطهم في انهي قائمه؟ التدرج او التفاوت لان دي شويه وشويه. تعال نرجع للسبوره تاني. قائمه الحضور دي توضع فيها حالات وجود الظاهره لازم تكون موجوده. خلاص؟ الظاهره لازم تكون موجوده. طيب الغياب او النفي توضع فيها حالات عدم وجود الظاهره. لو قلت لك مثلا الكورونا موجوده نحطها هنا. طب الكورونا مش موجوده نحطها في قائمه الغياب. جميل؟ غياب الظاهره. اي سؤال يكلمك عن زياده او نقصان، ارتفاع وانخفاض، وجود ظاهره بدرجات او بنسب مختلفه، التغير في الظاهره في ارتفاع ونقصان، في ارتفاع وانخفاض، زياده ونقصان، في تفاوت، يبقى قائمه التفاوت او التدرج. الظاهره موجوده حضور، الظاهره مش موجوده غياب. خلص درس الاستقراء والاستنباط واوهام بيكون. تعال نخش بقى على خطوات المنهج الاستقرائي. عندي كام خطوه للمنهج الاستقرائي؟ 4. ملاحظه، فرد، تجربه، قانون. ملاحظه، فرد، تجربه، قانون. ملاحظه، فرد، تجربه، قانون. ملاحظه، فرد، تجربه، قانون. بتكلم كبير عن الملاحظه. مش انا لسه قايل لك من شويه ان الملاحظه دي مشاهده دقيقه؟ رصد كبير. الملاحظه دي مشاهده. اختر الملاحظه العلميه اذا كان السؤال يتحدث عن ايه بقى؟ عن ظروف طبيعيه. الظاهره موجوده في ظروف طبيعيه، الطبيعه هي اللي بتتحكم. خلاص؟ طيب دور سلبي، يعني هنا حضرتك مش بتتدخل، انت هنا بتتفرج بس. جميل. بدايه الجهد العلمي، يمثل هذه الخطوه بدايه الجهد العلمي. يعني حضرتك مثلا عايز تعمل تجربه فلازم تعمل الاول قبلها ملاحظه. استخدام الحواس، ما انت حضرتك هتعمل ملاحظه بايه؟ بحواسك، بعينك مثلا عشان تتفرج، صح؟ عشان تسمع، عشان تشم، وهكذا. طب مشاهده ورصد، اتفقنا ان كلمه المشاهده والرصد اصلا معناها ملاحظه. عدم التدخل، انت هنا ما بتتدخلش، انت هنا بتلاحظ بس. جميل. طب يا مستر عشان اعمل ملاحظه في شروط؟ يا كبير في شروط والله. ايه هي الشروط دي؟ عندي 5 6 شروط. الشرط الاول اسمه الامان. اسمه ايه؟ الامان. حضرتك عايز تعمل ملاحظه؟ طب خلي بالك بقى والتزم بالامان عشان ما تتعورش. زي ايه مثلا؟ اي سؤال يكلمك عن توفير السلامه والامان وحمايه الباحث من مخاطر التجربه. حضرتك عايز تعمل ملاحظه مثلا في غابه، هتخش غابه، خلي بالك لحيوان يطلع ياكلك وياكلك انت وملاحظاتك. خلي بالك وانت بتعمل ملاحظه في غابه لحيوان يطلع ياكلك انت وملاحظاتك. ماشي؟ التزم بمبدا الامان. 2 حاجه اسمها الاستعداد. اي سؤال يكلمك عن ضروره ان يكون الباحث مهيئا نفسيا وذهنيا قبل البدء في اجراء الملاحظه. ما انت ما ينفعش تعمل ملاحظه وانت مش مستعد، لازم تكون مستعد، مهيئ نفسيا وجسديا، وتجهز كل ادواتك. رقم 3 حاجه اسمها التكرار. وانت بتعمل ملاحظه على ظاهره لازم الظاهره دي تكون بتتكرر، ما ينفعش تكون ما بتتكررش. يعني مثلا تعمل ملاحظه مثلا عن ظاهره الكسوف. هل الكسوف بيتكرر؟ بس كل فين وفين. يعني انت لو فاتك حاجه في الكسوف مش هتعرف ترجع لها تاني غير حليني بقى كل 100 سنه ولا حاجه، ولا كل 50 سنه. خلاص؟ طيب يبقى لازم الظاهره دي تكون بتتكرر. أن تكون الظاهرة موضوع الدراسة قابلة للتكرار حتى يستطيع الباحث التأكد من دقتها ومراجعتها أكتر من مرة. عشان تعمل ملاحظة في شروط: أمان، استعداد، تكرار. الأمان لازم تكون السلامة متوفرة، الاستعداد تكون مهيئ نفسيا وجسديا ومعاك كل أدواتك. اكتب جنب هنا الأدوات برضو. خلاص؟ الأدوات. التكرار لازم تكون الظاهرة بتتكرر. رقم 4 حاجة اسمها الشمولية. يعني ايه الشمولية؟ لو قلت لك دلوقتي انا هعمل لك امتحان شامل، تفهم ايه من كلمة امتحان شامل دي؟ يعني
على المنهج كله صح، او على كل اللي درسناه من كل حته. يبقى الملاحظه لازم تكون متصفه بالشموليه، يعني الملاحظه الظاهره من جميع جوانبها، ما بسيبش حته، كل الظاهره بدرسها، والحرص على عدم اغفال اي تفصيله او جانب مهما كان صغيرا. بتدرس الظاهره من كل تفاصيلها ومن كل جوانبها. رقم 5 حاجه اسمها الموضوعيه، اكتب جنبها هنا عدم الانحياز. خلاص، ما تنحس لاي نظريه سابقه. اي سؤال يكلمك عن النزاهه والبعد التام عن المشاعر او الرغبات او الاهواء او المصالح الشخصيه للباحث. يعني مثلا ما تقولش انا مثلا ايه هلاحظ السماء عشان انا بحب السماء، مش هلاحظ الارض عشان انا بكره الارض، لا. ابعد عن مشاعرك وابعد كل الحاجات دي وابعد كل المعتقدات السابقه عن الملاحظه. لازم يكون فيه موضوعيه. اخر حاجه اسمها الدقه. اي سؤال يكلمك عن استخدام الباحث للاجهزه والالات الحديثه زي الميكروسكوب التلسكوب لضمان الحصول على نتائج دقيقه. يعني هنا ادوات حديثه يا مستر. نعم. طب ما الدقه فيها ادوات والاستعداد فيها ادوات، افرق بينهم ازاي؟ الاستعداد فيها ادوات، انت مستعد ومعاك كل ادواتك، بس ممكن ما تستخدمهاش عادي، انت مستعد بس خلاص. طب استخدمتها خير وبركه، ما استخدمتهاش عادي. طب الدقه لا، انت معاك ادوات حديثه هتستخدمها عشان تبقى النتيجه بتاعتك دقيقه. فهمنا شروط الملاحظه 6: امان، استعداد، تكرار، شموليه، موضوعيه، ودقه. الامان خلي بالك من نفسك، الاستعداد خلي بالك لازم تكون مستعد نفسيا وجسديا ومعاك ادواتك، التكرار الظاهره تتكرر، الشموليه الدراسه من كل حته، الموضوعيه ما تنحسش الحاجه، ابعد عن عواطفك ومشاعرك وكل حاجه عن الملاحظه، الدقه لازم يكون معاك ادوات حديثه عشان الملاحظه تكون دقيقه. طبعا انا بشرح بسرعه عشان وقت الفيديو ما بقاش طويل. نرجع تاني ونخش على الجزئيه اللي بعدها. يا كبير انا فهمت منك الملاحظه وفهمت ان هي مشاهده دقيقه، مشاهده بس انا ما بتدخلش، وفهمت منك شروط الملاحظه. قلت لي بقى ان خطوات المنهج الاستقرائي: ملاحظه، فرض، تجربه، قانون. ملاحظه، فرض، تجربه، قانون. خدت معاك الملاحظه، ما تقول لي الفرض. الفرض ده تخمين او تفسير مؤقت او اقتراح مؤقت للظاهره او حل مؤقت. الفرض ده تخمين. لما اقول لك مثلا ايه، انا بفترض ان المستر مش جاي النهارده، هل انت متاكد ولا بتخمن؟ لا انا بخمن. طالما بفترض يبقى بخمن. يبقى التفسير المؤقت تخمين، تنبؤ انا مش عارف، توقع بتوقع، تكهن معناها برضه تخمين، تخيل، فكره او تصور او فرضيه. طالما مش متاكد يبقى انا بفترض. طيب يا مستر قلت لي ان الملاحظه لها شروط، الفرض ليه شروط؟ ليه شروط. ايه شروط الفرض بقى؟ شروط الفرض العلمي لازم يكون واقعي او الواقعيه، 2 الاتساق، 3 التوافق مع قوانين العلم، 4 القابليه للتحقق الحسي. اول حاجه اسمها الواقعيه، ان يكون مستمد من الملاحظات والتجارب ولا يكون مجرد تخيلات بعيده عن الواقع. يا باشا نعم، ما ينفعش تقول انا بفترض ان في مثلا حيوان اسمه وحيد القرن، بس انا بفترض ده ان الافتراض ده في دماغي، الافتراض ده في دماغي بس. حبيبي مفيش حاجه اسمها كده. لازم الافتراض اللي حضرتك تفترضه يكون واقعي موجود في الحقيقه، ما تقوليش ده تخيل انا بتخيل في دماغي، لا لازم يكون واقعي. دي معنى الواقعيه. رقم 2 الاتساق، ان يخلو الفرد من التناقض. ما ينفعش تقول لي يا مستر انا بفترض ان 2 زائد 2 بتساوي 5، لا كده كلامك ده متناقض. قول لي مستر انا بفترض ان 2 زائد 2 هتساوي 4، كلامك ده متسق، كلامك ده متسق. هنا كلامك متناقض. ما تقوليش يا مستر انا بفترض ان الحديد بيتمدد بالحراره، بس خلي بالك يا مستر الحديد لا يتمدد بالحراره. مش هنا كلامك متناقض؟ كلامك طالما متناقض يبقى ما يمشيش مع خطوه الاتساق. الاتساق لازم يكون الكلام متسق اي يخلو من التناقض. حلو. رقم 3 اسمها التوافق مع قوانين العلم، فلا يتعارض مع حقائق العلم المثبته الا اذا كان لدى الباحث ادله تجريبيه جديده واضحه. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك دلوقتي مثلا بنقول لك ان الجاذبيه بتسحب الاجسام الى اسفل، الجاذبيه سحبت القلم لاسفل، صح؟ نجيبه بقى. نرجع تاني، الجاذبيه سحبت القلم لاسفل. مش العلم بيقول لنا ان الجاذبيه بتسحب الاجسام لاسفل؟ ما ينفعش حضرتك تيجي تقول ايه بقى؟ انا ضد العلم يا جدعان والجاذبيه بتسحب الانسان لاعلى او الاجسام لاعلى. حضرتك كده ضد قوانين العلم، كده حضرتك مش متوافق مع قوانين العلم. لازم حضرتك تتوافق مع قوانين العلم. عايز تعارض العلم من عينينا الاثنين، بس هات لنا ادله بالله عليك وتكون ادله تجريبيه عشان نصدقك. جبتلناش ادله هنرميك انت وكلامك ده كله في الزباله. خلاص؟ طيب. رقم 4 حاجه اسمها القابليه للتحقق الحسي، يتعلق الفرد بوقائع وظواهر محسوسه
خلاص، حاجه اقدر اشوفها، حاجه اقدر احسها، زي مثلا الحديد. مش الحديد اقدر اشوفه؟ لو حذفت عليك حديده هتحسها؟ هحسها. حتى استطيع اختبارها والتحقق منها تجريبيا والتجريب على الظواهر. يبقى القابليه للتحقق الحسي اكتب جنبها هنا تجارب. خلاص. طب توافق مع قوانين العلم، ما تعارضش العلم بيقول كذا امشي ورا العلم. عايز تعارضه هات ادله. طيب الواقعيه لازم يكون مش تخيلات، يكون موجود في الواقع. طيب الاتساق ان كلامك ما يبقاش عكس بعضه. خلص الفرض العلمي. وتيجي نخش على التجربه. كده خدنا الملاحظه، فرض، تجربه، قانون، ملاحظه، مشاهده دقيقه، الفرض، تخمين. ايه بقى التجربه دي يا كبير؟ التجربه ده التدخل في مجرى الظاهره الطبيعيه. انا هنا بتدخل بقى، انا هنا عايز اعمل تجربه، فبالله عليك انا احط التاتش بتاعي بمعنى اصح. جميل. اجراء او تعديل او تغيير في الظاهره. القيام باجراءات مصطنعه. كلمه اجراءات مصطنعه يعني اجراءات انا اللي بعملها، انا اللي بصنعها. خلاص. ملاحظه مستثاره. كلمه ملاحظه مستثاره دي كلمه مهمه، معناها تجربه. خلاص. طيب انواع التجارب بقى، بالله عليك ركز في السؤال ده عشان هتلاقي عليه سؤال بكره. لا انا بقول لك هتلاقي سؤال عن التجارب بكره. عندي تجربه سلبيه او تجربه علميه سميناها التجربه الايجابيه. خلاص. تجربه علميه اسمها التجربه الايجابيه. تجربه سلبيه سميناها سلبيه غير مباشره. التجربه المرتجله سميناها الاوليه. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نبدا بالمرتجله. يلجا اليها الباحث عندما يجهل بخواص الاشياء. انا بعمل تجربه عشان انا مش عارف النتيجه ايه. بيقول لك ايه؟ تعبر عن جهل الباحث بالطبيعه، يكون هدفها الوصول للفروض وهي مجرد خطوه اوليه لاستكشاف المجهول. يا مستر مش فاهم منك حاجه بصراحه، مش فاهم منك اي حاجه. لو انا جيت دلوقتي مثلا قلت لك احنا معانا صوديوم ومعانا كلور Na وCl، عايزين نحطهم على بعض، بس انا مش عارف النتيجه ايه. انا جاهل بخواص الاشياء، مش عارف النتيجه ايه. طالما هتعمل تجربه ومش عارف النتيجه، تجربه اوليه. خلصت. طب التجربه السلبيه الغير مباشره، بص بقى ركز عشان دي مهمه. يكون دور الباحث فيها سلبيا. ما اسمها سلبيه، يبقى دوري فيها سلبي، يعني مش هتدخل. الباحث لا يتدخل في الظاهره ولا يعدل ولا يغير اي حاجه. حضرتك واقف ولا لك دور ولا لك اي حاجه، انت بس بتتفرج. طيب يعني مثلا حضرتك مثلا عايز تعمل مثلا تجربه مثلا على مثلا ظاهره زي ظاهره الخسوف. هل حضرتك بتتدخل في الخسوف؟ لا، انت بس بتتفرج. صح. يبقى انت هنا طالما بتتفرج وبتخضع للطبيعه، يبقى انت هنا حضرتك بتعمل تجربه سلبيه. الظواهر الطبيعيه زي الكسوف والخسوف والبراكين والزلازل، طالما حضرتك واقف بتتفرج وبتجمع ملحوظات، يبقى انت هنا حضرتك بتعمل تجربه سلبيه. فهم الطبيعه بدور الباحث. الطبيعه هي التي تسبب التغيير. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تفرق ازاي بين التجربه السلبيه والملاحظه؟ الملاحظه حضرتك واقف بتتفرج، صح. طيب انت نزلت الشارع لقيت خسوف فقعدت تتفرج عليه، هل انت كنت عامل حسابك ان انت هيبقى في خسوف؟ لا. طيب التجربه السلبيه، لا، انت عارف ان النهارده في خسوف فمجهز ادواتك عشان تعمل عليه تجربه، تجمع الملاحظات. طالما انت عارف ونازل ومخصوص عشان في خسوف، يبقى دي تجربه سلبيه. الطبيعه اللي بتتدخل، انت ما بتتدخلش. طب التجربه الاوليه، بعمل تجربه عشان عايز اعرف النتيجه ايه. معايا Na وCl عايز احطهم على بعض بس مش عارف النتيجه ايه، فهجرب. طالما سمينا الكلام ده تجربه اوليه. طيب الطبيعه هي اللي تتدخل وانا واقف بتفرج، سلبيه. طب التجربه العلميه يكون دور الباحث فيها ايجابيا. انت هنا بتتدخل بقى. الباحث يتدخل في الظاهره ويقوم بتعديل وتغيير الظروف المحيطه بها. يا باشا صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا معايا Na ومعايا Cl، خلاص، اللي هو الكلور، هحطهم على بعض هيديني NaCl. انا هنا عارف النتيجه بس عايز اتاكد. انا معايا Na ومعايا Cl، ولو حطيتهم على بعض هيدوني ملح الطعام اللي هو NaCl، بس عايز اتاكد. خلاص. طالما انت عارف معاك الادوات ومعاك النتيجه وعارف كل حاجه وعارف كل اللي هيحصل، دي اسمها تجربه علميه او تجربه ايجابيه. خلاص. تعبر عن سيطره الباحث على الطبيعه وخضوع الطبيعه لاراده الباحث. تحتاج الى جهد كبير وتبرز تفاعليه الباحث ونشاطه. من الاخر معاك الادوات مش عارف النتيجه، اوليه او مرتجله. بتتفرج على الطبيعه ما بتتدخلش، سلبيه غير مباشره. حضرتك معاك كل الادوات وعارف النتيجه ايه بس عايز تجرب، علميه ايجابيه. خلصت انواع التجارب. يا مستر عايز اعمل تجربه، في شروط يا باشا. في شروط، عندي 3 شروط عشان تعمل تجربه: الحياد والموضوعيه،
الحياد والموضوعية، اليقظة والانتباه لكل ما هو جديد وغير متوقع، ومراعاة المواثيق والقواعد الأخلاقية. مش فاهم أي حاجة. أنت فعلا إن كلمة موضوعية أصلا معناها إن أنت مش منحاز لحد، صح؟ صح. يبقى حضرتك هنا وأنت بتعمل تجربة خلي بالك وما تنحسش لحد. ما تقولش الراجل المسلم ده تجربته صح، الراجل المسيحي ده تجربته غلط. ما تقولش الراجل المسيحي ده تجربته صح، الراجل المسلم ده تجربته غلط. ما تنحسش لحد. أنت بتعمل تجربة لازم تلتزم بالحياد والموضوعية، البعد عن التحيز أو البحث عن مصلحة شخصية، البعد عن الافكار والمعتقدات السابقه، حضرتك ما تنحس اي حاجه، البعد عن المشاعر والاهواء والرغبات الذاتيه، ابعد عن اي حاجه تاثر على التجربه. رقم 2 اليقظه والانتباه اللي هو كل ما هو غير متوقع. يعني حضرتك وانت بتعمل تجربه خلي بالك الحاجه تفرقع، خلي بالك الحاجه تفرقع، خليك يقظ، خلي عينك وسط راسك زي ما بيقولوا. خلاص. طيب اليقظه والانتباه لكل ما هو غير متوقع، ضروره التحلي بالانتباه، خليك منتبه وخليك مركز. خلاص. طيب رقم 3 اسمها مراعاة المواثيق والقواعد الأخلاقية، الالتزام بها عند إجراء التجارب على البشر أو الحيوانات، عدم إلحاق الضرر وحماية المبحوثين من أي أذى، الحصول على الموافقات القانونية المستنيرة مثل أخذ إذن كتابي من شخص الذي تجرى عليه تجربة. يعني يا باشا حضرتك عايز تعمل تجربة من عيننا الاثنين يا سيدي، بس أنا عايز أعمل تجربة على إنسان من عيننا الاثنين يا سيدي، بس خلي بالك لا تجيب لي الإنسان ده ضرر. التزم بالمواثيق الاخلاقيه، التزم بالقوانين، القوانين بتقول لك ما تجيبش ضرر للانسان او الحيوان اللي انت بتعمل عليه تجربه. خلاص التزم بالقوانين دي، خد منه اذن كتابي او توقيع ان الراجل ده موافق. خلصت التجربه. ما تيجي نخش على القانون. القانون اهو، القانون العلمي سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. اي سؤال يكلمك عن التفسير الدائم بس كده والنهائي للظاهره او التفسير العلمي والبرهان العلمي، خلص القانون. خلص القانون ده حل النهائي. خلاص حضرتك عملت ملاحظه وعملت تجربه وعملت ملاحظه وعملت فرض وتاكدت من الفرض ده بالتجربه وطلع افتراضك صح، بناء على التجارب اللي انت عملتها يبقى هيتحول لقانون حل نهائي. عملت ملاحظه وعملت فرض وتاكدت من الفرض بالتجربه بس الفرض ده طلع للاسف غلط، ما يبقاش قانون. طب لو طلع صح يبقى قانون يعني حل نهائي. خلاص. يجي يقول لك ده الحل النهائي والتفسير النهائي والتفسير الدائم القانون العلمي. خلاص. طيب عندي عالمين كان لهم دور في المنهج الاستقراء التجريبي. كم عالم؟ عالمين مسلمين، واحد اسمه جابر بن حيان الواد جبوره، والحسن بن الهيثم الواد حسونه وجبوره. بص بقى صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن حيان ده كان عالم في الكيمياء. عالم في ايه؟ في الكيمياء. سموه رجل التجارب. سموه ايه؟ رجل التجارب. كان بيعشق التجارب. الواد جابر ده كان بيعشق حاجه اسمها تجارب. تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك هجرب. اكلت ايه النهارده؟ هجرب. تعالى نزرع نخله؟ هجرب. هو عايش حياته كلها بيعمل تجارب. اي سؤال يكلمك عن التجارب جابر بن حيان. رجل التجارب العلميه، من كتر ما هو بيعمل تجارب سموه رجل التجارب. انا اطلق عليها اسم التدريبات يا جدعان. جابر بن حيان ما حبش اسم التجارب، قال لك هسميها التدريبات. خلاص. طيب وحدد خطوات 3 للمنهج التجريبي بتاعه. يا جدعان انا هعمل منهج، انا كجابر بن حيان هعمل منهج بناء على التجارب بس هيمشي ب3 خطوات. ايه هما؟ وضع الفرض العلمي، واتفقنا ان كلمه فرض معناها تخمين، صح؟ طيب يبقى جابر بن حيان بدأ بالفرض واستنباط نتائج مترتبه على الفرض. يعني حضرتك حط لي فرض وهات لي نتائج منه. يعني مثلا نزلت الشارع لقيت الدنيا مغيمه، فانت بتفترض ان الدنيا هتنطر، ده الفرض. خلاص. طيب طب لو الدنيا نطرت يبقى انت فعلا افتراضك كان صح، يبقى انت استنتجت نتائج اترتبت على الفرض اللي انت افترضته في الاول. الدنيا مغيمه يبقى هتنطر. طب نطرت يبقى فعلا كلامك ده صح. ورجوع للطبيعه للتحقق من صدق النتائج بالملاحظه والتجربه. خلاص. يبقى انت هنا عشان تتحقق من اي حاجه هتفترضها ارجع للطبيعه. خلاص. طيب حسن بن الهيثم بقى، اتفقنا ان جابر بن حيان كان رجل التجارب، وغالبا هيجي لك في سؤال مقالي يقول لك رجل التجارب وهكذا، تختار جابر بن حيان او تكتب له ان هو جابر بن حيان. طيب الحسن بن الهيثم مؤسس علم البصريات. اي حاجه خاصه بالعين، اي حاجه خاصه بالرؤيه، اي حاجه خاصه بالانكسار والحاجات بتاعت الضوء يبقى الحسن بن الهيثم. اي سؤال يكلمك عن الاستقراء، الانتقال من حالات جزئيه الى حكم عام، وخلي بالك عشان دي اهم جزئيه، يبقى الحسن بن الهيثم هنا اعتمد على الاستقراء الناقص عشان قال لك من حالات جزئيه لحكم عام. خلاص. اعتمد على الاستقراء.
خلاص جميل جدا. يبقى هو جابر الحسن بن الهيثم اعتمد على الاستقراء. ثم مرحلة الفروض، ثم التحقق من صحة الفروض بواسطة التجربة التي اسمها الاعتبار. جابر بن حيان سمى التجربة عنده تدريبات، الحسن بن الهيثم سماها الاعتبار. خلي بالك هيجي لك في السؤال يقول لك رجل التجارب جابر بن حيان، عالم البصريات الحسن بن الهيثم، عالم اعتمد على الاستقراء الناقص في الانتقال من حكم جزئي الى حكم عام الحسن بن الهيثم. خلاص سمى التجربة بتاعته الاعتبار الحسن ابن الهيثم. ناقص لك جزئيه واحده ويبقى خلصنا، وهي والاستقراء الحديث او الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر. مقارنه مش هتاخد 10 دقائق. جميل جميل. هاخد بس كوبايه ميه واجي لك. يلا بينا بقى نقارن بين الاستقراء التقليدي والمعاصر ونقفل صفحه المنهج او صفحه المراجعه دي خالص. الاستقراء الحديث والتقليدي والاستقراء المعاصر. وتصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. كلمه معاصر يعني الآن اللي هو بتاع العصر الحالي. خلاص التقليدي يعني بتاع زمان شوية. طيب طبيعة المنهج في الاستقراء التقليدي والمعاصر. طبيعة المنهج ده استقراء خالص، استقراء بس، استقراء بس. خلاص بمعنى انه تجريبي بصورة كاملة. استقراء بس يا جدعان. هنا عندنا استقراء بس. خلاص طبعا انت عارف خطوات المنهج الاستقرائي اللي درسناها، ملاحظة فرض تجربة قانون، ملاحظة فرض تجربة قانون. ده استقراء بس. طب المعاصر قال لك لا يا جدعان احنا مش عايزين استقراء بس، عايزين استقراء واستنباط عشان نبقى بصراحه عشان نبقى متقدمين شويه. جميل جميل. يتميز بانه منهج يجمع بين الاستقراء والاستنباط في منهج علمي واحد يلائم موضوعات العلم المعقده. يسمى المنهج العلمي المعاصر او الفردي او الاستنباطي او الفردي السوري. اكتب ان هنا الاستقراء المعاصر مزج بين الاستقراء والاستنباط. طب هنا الحديث او التقليدي لا ده استقراء بس. جميل جميل. طيب ترتيب الخطوات بقى، ما انت عارف الخطوات. الملاحظه وبعد كده الفرض تجربه قانون، ملاحظه فرض تجربه قانون، الخطوات اللي احنا لسه شرحناها بالتفصيل. طيب بص بقى هنا خطوات المنهج المعاصر. الفرض السوري بدأ بالفرض، بعد كده استنباط نتائج لازمه عن الفرض، بعد كده الملاحظه والتجربه للتحقق من صحه النتائج، بعد كده نوصل للقانون. يعني فرض، استنباط نتائج، تجربه، قانون. جميل جميل. يا مستر حضرتك قلت لي ان هنا الخطوات اللي احنا عارفينها. طيب قلت لي هنا ان هنا بدأ بالفرض. جميل جميل. ما تقول لي بقى طبيعه الفرض ده. بص يا باشا الفرض ده ليس له الاولويه، ملوش الاولويه بدليل ان هو تاني خطوه اصلا فملوش اولويه، فهو ياتي بعد الملاحظه. مصدر الفرض هنا الملاحظه المباشره. الفرض بتاعك ده جه من الملاحظه اهو، جه من الملاحظه. جميل جميل. الفرض مادي، بالله عليك خلي بالك من الحته دي. الفرض مادي حسي يشير الى كيانات واقعيه محسوسه. اكتب هنا محسوسه. يعني الفرض هنا اقدر اشوفه. حضرتك مثلا بتفترض ان المعادن تتمدد بالحراره، اقدر اشوف المعادن يبقى هنا يشير الى كيانات واقعيه محسوسه. جميل جميل. زي المعادن اهو او نمو النباتات. التحقق من الفرض يتم بطريقه مباشره من خلال التجربه. خلي بالك برضو من دي، لو انت عايز هنا تتحقق ان الفرض ده صح ولا غلط اعمل لي تجربه بس طريقه مباشره. تتحقق من الفرض اعمل لي تجربه. شكرا. يبقى هنا الفرض يشير الى كيانات واقعيه محسوسه وبنتحقق منه بطريقه مباشره ومالوش الاولويه. جميل جميل. طب بص هنا بقى في المعاصر الفرض له الاولويه بدليل ان احنا بدانا بالفرض، ويعد الخطوه الاولى. الفرض مصدره القوانين والنظريات السابقه. خلاص. طب احنا هنا جبنا الكلام ده منين؟ جبنا من النظريات السابقه. بنفترض بناء على ايه؟ بنفترض بناء على النظريات السابقه. الفرض السوري يشير الى كيانات واقعيه لا تخضع للادراك الحسي. اكتب جنبها كيانات واقعيه غير محسوسه، يعني ما اقدرش اشوفها. زي الضغط الجوي. انت شفت الضغط الجوي قبل كده؟ لا. شفت الالكترونات قبل كده؟ لا. الفيروسات شفتها قبل كده؟ لا، ما بتشوفهاش بعينك. خلاص؟ طيب يبقى هنا يشير الى كيانات واقعيه غير محسوسه. التحقق من الفرض ياتي بطريقه غير مباشره، بتحقق منه بطريقه غير مباشره. ازاي مثلا بطريقه غير مباشره؟ انا هنا مثلا بفترض ان خرجت الشارع لقيت الدنيا مغيمه. خلاص، فبفترض ان الدنيا هتمطر. جينا بعد شويه لقيناها مطرت. بستنبط نتائج نازمه عن الفرض. يعني انا بقول لك يا جدعان الدنيا هتمطر. خلاص، الدنيا هتمطر، مش ده فرض؟ طيب جبت النتيجه دي منين؟ بناء ان الدنيا مغيمه. جميل. يبقى هنا الفرض السوري بفترض، ده مجرد افتراض، وبستنبط نتائج لازمه عن الفرض بتاعي. جيت يا جدعان الدنيا مغيمه فانا بفترض ان الدنيا هتمطر. جميل جميل.
بعدها بشويه خرجنا الشارع لقينا الارض مبتله واكن الدنيا مطرت. يبقى كلامي فعلا كان صح وافتراضي كان صح، يبقى النتيجه بتاعتي كانت لازمه على الفرض ان فعلا الدنيا مطرت. جميل جميل. الملاحظه والتجربه للتحقق من صحه النتائج. اتفرج بقى واعمل تجارب ولاحظ واعمل كل اللي انت عايزه عشان تتاكد فعلا ان افتراضك ده كان صح، ولو صح بيبقى قانون علمي، يعني القانون ده حل نهائي. تاني، طبيعه الفرض في المنهج العلمي المعاصر ان هو ايه؟ يشير الى كيانات واقعيه غير محسوسه، ما اقدرش اشوفها، خلاص بتحقق منه بطريقه غير مباشره، والفرد له الاولويه. ليه؟ لان احنا بدانا بيه. الفرد هنا له الاولويه عشان بدانا بيه. طيب طبيعه القانون العلمي، القانون هنا سببي وهنا حتمي. اهم كلمتين، قانون هنا في التقليدي سببي حتمي، سببي حتمي، سببي حتمي. يعني ايه سببي؟ يعني يسعى لتحديد الاسباب. عايز اعرف اسباب الظاهره، عايز اعرف اسباب الظاهره. طالما عايز اعرف اسباب الظاهره سميناه سببي لان هو بيدور على الاسباب. جميل جميل. وهنا قلنا حتمي يقيني. كلمه حتمي يعني يقيني، خلاص. طيب يعني ايه يا مستر كلمه حتمي؟ يعني يقيني. كلمه يقيني معناها مؤكد بنسبه 100%، بس كده. يبقى القانون هنا سببي وحتمي، سببي وحتمي. سببي وحتمي في انهي منهج؟ المنهج التقليدي. طب المنهج المعاصر؟ لا يا باشا، القانون هنا كان وصفي واحتمالي ترجيحي. يعني ايه وصفي؟ يعني بوصف الظاهره بس، اهو بوصف الظاهره. يعني احتمالي ترجيحي؟ يعني مش متاكد، يعني مش يقيني، يعني غير مؤكد. جميل جميل. خلصت يا باشا مراجعه النهارده. عارف انها هتبقى طويله شويه، بس ده جزات ان حضرتك راكمت، ده جزات ان حضرتك راكمت. فمعلش اتفرج على الفيديو كويس، اتفرج على الفيديو كويس. لو انت لسه ما اشتركتش معانا على المنصه هتلاقي لينك تحت او رقم تحت في وصف الفيديو، لينك المشرفين. خش كلمهم قول لهم عايز اشترك مع مستر كريم في المنصه، خلاص، عشان ما تتراكمش، عشان ما تراكمش وتتزنق الزنقه السوداء دي تاني. ماشي يا صديقي؟ ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتبعت الفيديو ده لصاحبك. وفي تلك اللحظات السعيده قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. استنى فيديوهات تانيه كتيره. سلام.